خلّينا واحدة، واحدة بالحاجات اللي معانا، وأنا هاورّيك الحاجة يعني واحدة يعني الصور لسه موجودة، إحنا قاعدين حبّة مع بعض شوية. طيب، أنا دلوقتي يعني مثلًا لمّا نيجي نخُش مثلًا هنا، نخُش عبده، إحنا أصلًا في account إحنا بندوّر على إيه؟ ماشي. يعني مثلًا في حتّة بقى الproducts وكده، عبده هيخُش يشرح لنا، هو متميّز أكتر يعني دي بتاعة ويمبي مثلًا في البرجر وكده. تمام، هو البرجر طبيعته مثلًا كان بيبقى عامل كده، يعني بُص، أنت الفكرة كلّها تعالَ نجيب قبل وبعد مثلًا الصورة زي دي، مثلًا ده مثال، ماشي، فأنتم فاهمين قصدي؟ هو الصورة بتيجي له كده، هو بيوصّلها لكده، هي وجهة نظره إن هو العيش لازم يكون مضبوط بالشكل ده، إن هو عنده خلفية إن المطاعم بتحب الشكل ده مثلًا في البرجر، الحاجة يعني الingredients نفْسها المفروض يبقى كل حاجة واخدة لون معيّن عشان عيني تروح لها إن أنا أبقى فاهم إن اللون ده مضبوط يعني، الفراخ تبقى crispy. لمّا أبُص للحاجة أبقى عيني رايحة لها، لكن هنا أنا مش شايف إن ده مخلِّل، أنا شايف إن هو مخلِّل ميت، اللحمة نفسها مش باين إن هي لحمة، الجبنة ما عليهاش reflections، العيش نفسه بايظ، فاهمين قصدي؟ بس، فإحنا إيه، تعالَ نكمّل، نيجي هنا مثلًا إحنا كنا بنتكلّم في حتّة الأزاز وكده، هو الفكرة كلّها وجهة نظر أنت بتطلّعها في الصورة، بمعنى إيه، المعنى إن أنا مثلًا صورة زي دي مثلًا، عبده عملها بشكل، أنا لو خدت نفس الصورة هاطلّعها بشكل مختلف، حد غيري هياخدها هيطلّعها بشكل مختلف تاني، وجهة نظرك في الصورة إيه؟ بس هو هنا كان مهمته كلّها إن هو إيه، أنا عندي hero واحد في الصورة هو ده، فعمل الfocus عليه، راح خلّى في هيص كده الدنيا منغبشة ورا عشان الناس دي تبان أكتر، الheroes بتاعته هم. الناس ورا في هيص شوية كده، بحيث إن الدنيا تحسّها كده creamy كده، إن أنا ما فيش تفاصيل، أنا مش عايز أبُص حاجات مش مهمة، الfocus بتاعي هنا، وبعد كده الfocus بتاعي هنا، بس كده الرسالة وصلت. تعالوا نكمّل، بس حد عنده سؤال بس، يعني كويس إن عبده جه. حد عنده سؤال محتاج يسأله قبل أمّا أكمّل؟ الصورة أصلًا موجودة. حد عنده سؤال؟ لأ، تمام. بقية الناس طيب، الناس اللي ما بتتكلّمش، في حد عنده أي سؤال محتاج يسأله؟ أنتم مبسوطين طيب والّا مش مبسوطين؟ حد مش فاهم حاجة؟ براحتكم يعني قولوا لي اللي أنتم عايزينه. تمام جدًا. لأ، ده لسه شوية كمان لمّا عبده يخش هيبسطكم أوي. تمام. طيب، أنا أول حاجة صورة زي دي المفروض كانت لbrand اسمه Big A في الإمارات، فهو الفكرة بتاعته كلّها إن هو application، فهو يعني الlogic بتاع أي حاجة هو واقف ماسك التليفون، فالمصوّر الجميل بتاعنا مشكلته كلّها إن هو عمل إيه، ما عملش focus على الإيد، يعني دي كانت مشكلة عويصة جدًا. فهو تعالَ كده نحدد الحاجات اللي بايظة عندنا، ماشي، ما عملش focus للإيد، ما ادّانيش صورة فيها focus، الدنيا ملسوعة فشخ ورا، مثلًا شعره الهايش الجميل ده، الreflections اللي في عينيه، تعالَ كده نقسّم بس الصورة، شوية التخبيطات اللي موجودة في التيشيرت ديّة، ده تمام، إمم، مضايقني، يعني هو مش غلط، بس يعني الstylist اللي لبّسته البنطلون ده مش عاجبني، أنا كده، أنا أخدت الصورة خلاص أنا يعني فاهم، أنا باتشقلب في الصورة، المهم إن هي بالنسبة لي يبقى الart direction بتاعها صح، أو إن أنا عارف أشوف الصورة صح، فده مضايقني، أنا ليه عيني تروح على البنطلون؟ أنا ما بابيعش بنطلون، أنا بابيع الآب اللي هيشوفه دلوقتي. تمام، الخبطات اللي موجودة ديّة، الحاجات دي، الحتة اللي ورا قُلناها، وبعد كده مهمتي الأساسية إن كل اللي ورا ده أنا مش عايز أشوفه، يعني أنا عيني مش عايزة تروح له الأول، تمام، فأنا هاخد الصورة واحدة، واحدة. أول حاجة هاعمل جروب اسمه stamp، واحدة، واحدة يبقى شغلنا كده نضيف. أنا دلوقتي اللي أنتم اتعلمتوه حرفيًا هو كل حاجة أنا باستخدمها في الصورة، هو الفكرة كلها إن أنت الباقي ده بتعمله إزاي، لسه بقى الcolor mode والحاجات دي هاشرحها لكم، ويبقى آخر حاجة إيه، وصلنا لها في الحتة دي، وبعد كده عبده هيخش معاكم في حتة الإيه، الproducts وحتة الfood والكلام ده.
تمام، فأنا واحدة، واحدة كده هابتدي إن أنا أنعّم البرش بتاعتي، أشيل شوية الهيشان بتاع الشعر ده، بس ما يبقاش مسطرة، يعني ما يبقاش سكينة، يبقى بس إن أنا باقلل الهيشان اللي موجود. أي حاجة مش عاجباني أنا باشيلها بصراحة، أي حاجة عيني بتروح لها مش مضبوطة باشيلها. آجي كده على الremove tool، أسرع لي بالنسبة لي يعني، أنا آجي كده مثلًا أشيل الحتّة دي، الحتّة دي كده، ما لهاش لازمة، يعني أنا باشيل الحاجة اللي ما لهاش لازمة، أنا الreflection ده بيضيف لي إيه؟ طبعًا حتّة زي دي مش هينفع نشيلها بأي حاجة غير بالAI طبعًا يعني، الحمد لله ربنا يخلّيه لنا يعني، ما بقيناش نعرف نعمل حاجة من غيره. اجهز عشان لسه هتخش على البرجر أنت. مستنيينه بس يخلّص. جهاز أستاذ عبده فهمي جهاز بطيء. طبعًا الAI بوّظ الدنيا، بُص طلّع لي إيه. طيب هنشيله بقى بالطريقة بتاعتنا الجميلة، ممكن نشيله واحدة، واحدة كده، ما ضبطش الدنيا خالص. ممكن يعني المفروض اللي أنا هاعمله ده غلط شوية، بس آجي هنا كده آخد الحتّة دي أمِر مِر، آخد كده Ctrl J، خدت العين الشمال هانقلها الناحية التانية، هو ده غلط، بس يعني ما قدّاميش حل غير كده. حِل فاهم، أنت معاك حاجة حلّها. هو الفكرة كلّها إن أنت ما ينفعش يعني الموضوع retouch هو فكرته كلّها إن أنت خلفيتك مش شرط إن هي تبقى retouching بس، أنت ممكن تبقى فاهم في الanatomy فأنت عارف تretouch ليه؟ أنت مطلوب منّك project معيّن، الproject ده فيه إن أنت تركّب مثلًا أيادي كتير في الصورة، كذا إيد في الصورة، فأنت محتاج تبقى فاهم الإيد هتتركّب إزاي. الretoucher الوحيد بالضبط، فأنت الفكرة كلّها إن أنت بتعرف تتصرّف، أنت معاك صورة فيها مشاكل، الretoucher الشاطر إن أنت تعرف تحل المشاكل دي، حلّيتها إزاي مش بتاعة أي حد، أنت وظيفتك إن أنت تحلّها، فكرة إن أنت ما تعرفش لأ دي مش بتاعتك، بس برضه أنت مش ساحر. كده فكرة إن أنت مش ساحر يعني في حاجات برضه بيبقى ليك فيها limit كده ما ينفعش تطلع عنها، بس برضه الAI لمّا دخل دلوقتي ما بقاش في limit لأي حاجة. فأنا دلوقتي هابتدي أشيل إيه، أشيل الحاجات البايظة دي، ومروان لو موجود في الlive يا ريت يبعت لي بس يقول لي حاجة. ماشي، طيب هنشيل كده واحدة، واحدة. أنا جيت هنا مثلًا هابتدي بالhealing، آخُد حتّة سليمة وأشيلها واحدة، واحدة كده التنايات اللي موجودة في الهدوم. طبعًا التنايات هي ممكن تتشال بالfrequency عادي، يعني فهمت قصدي؟ يعني الfrequency separation أنا دلوقتي مثلًا في تنايات تحت أهي ماشي، أنا هاشيلها بالfrequency عادي، بس أنا بابتدي أشيل الحاجات اللي مش هاعرف أشيلها بالfrequency أو بالAI. طيب أنا دلوقتي شِلت الحاجات، أول حاجة مرحلة بتاعتي مرحلة الstamping، فأنا باشيل أي حاجة عيني مش مرتاحة لها، أو عيني راحت عليها، الدنيا مضايقاني، فهي دي مرحلة الstamping بتاعتنا، إن أنت بتشيل الحاجات البايظة. طبعًا أنا الhealing رُحت استخدمت الstamp على طول، علشان الhealing أنا هاقرّب من edge، فما ينفعش إن أنا أقرّب من الedge ده، بس أنا في حركة كده باستخدمها، إن أنا باروح أبوّظ الدنيا بالstamp عادي، بس المهم إن الedge بتاعي يبقى مضبوط، وبعد كده باجي بالhealing أسيّح الدنيا تاني. فبالضبط كده. ماشي، السؤال بتاعك ده وإحنا شغالين أهو في الstamp، السؤال بتاع الراجل الكريم دوّة، آآ السؤال إن مثلًا لو حاجة فيها تفاصيل كتير، يعني مثلًا أنا تعالَ نشوف كده على جوجل أو أي حاجة، أنا يعني السؤال ده ممكن لطيف شوية، إحنا جينا مثلًا، شايفين مثلًا صورة زي دي، شايفين الهدوم دي؟ الهدوم دي لو جيت سيّحت مثلًا بالfrequency ماشي، فضلت أسيّح فيها، هتبوظ والّا هتتعمل صح؟ يعني حد كده يجاوبني كده محتاج أسمعكم.
لو جيت مثلًا في الهدوم اللي فيها texture دي وعملت بالfrequency هتبوظ والّا هتفضل زي ما هي وهتتصلّح يعني التنايات اللي فيها؟ حلو أوي. ليه؟ علشان هي فيها texture وفيها ألوان كتير أوي متداخلة مع بعض ما ينفعش إنها تتعمل، فدي وظيفة إيه؟ خلاص يا مروان يا رمضان. تتعمل بالضبط. الcurve دلوقتي مهمته إن أنت تعمل إيه، إن أنت تروح مثلًا أنا أهو ما ليش دعوة مش مهتم أصلًا بالtexture بتاع local dots and pins بالضبط كده. أنا مش مهتم بأي حاجة بالtexture، رُحت عملت أبيض وأسود وابتديت curve فوق curve تحت الdodge and pin أهو، وابتديت إن أنا أعمل إيه، أهو جيت هنا كده مثلًا ابتديت إن أنا أفتّح الحاجات الغامقة اللي موجودة جوّه إيه، جوّه الهدوم، يعني حتّة زي دي عايز أنعّمها أهو، أنا مش مهتم إيه الtexture اللي ورا، أنا مهتم بس إن في خبطة هنا أنا باشيلها، أهو شِلت كده، ده سؤالك بتاع الفستان، أنا لو في فستان مش ناعم هاعمل كده بالضبط، هاروح كده أنعمه بالشكل ده، بس أهو وابتدي قبل بعد، هو بيبتدي يشيل التانيات واحدة واحدة، تمام، تعالَ كده نكمّل بس زي ما إحنا كنا بنعمل الصورة. حلو. فأنا الهدوم هنا هي ما فيهاش تفاصيل، يعني ما فيهاش الحتّة اللي هي مش عاجباني، هي فيها لون واحد، فاعملها بالfrequency عادي، بس تعالَ نكمّل مرحلة الstamp. نمسح بس الحاجات دي كده كلّها، المهم إن الfile بتاعنا ما يبقاش فيه لايرات كتير أوي. حلو، أنا هو layer واحد الstamp بتاعنا أهو، في حاجة تانية أنا محتاج أشيلها، إمم، أنا مش شايف حاجة تانية ممكن أشيلها بصراحة، آآ، بس كده، فتعالَ بعدها إيه، نخش على مرحلة الإيه، الfrequency. زي ما قُلنا هنيجي كده هاجي أنا في مرحلة دلوقتي هاعمل بس كده ماشي طب ثانية واحدة بس خلاص تمام، ثانية واحدة أهي، بس عشان كان عليها أحمر، ماشي ثانية واحدة، هامسح بس الحاجات اللي باظت دي كلّها، أول في الباجن بس الأكشن بس كان محمر، ثانية واحدة أهو، هاجي على ال8 بت العادي أهو تمام، هاجي أشغّل الأكشن على طول، الأكشن هيجيب لنا الmedian بتاعنا، زي ما قُلنا هاروح لدرجة إن أنا بس أشوف إن الtexture اتشال، فهنيجي على هنا مثلًا نعلّي لحد ما الtexture تتشال بالنسبة للوش. كده عالي أوي، أنا بُص يعني العب من تحت ال7 بس استنى بس خلّينا واحدة، واحدة، ماشي، أنا دلوقتي أهوّة الرقم بتاعك ده خلّيك العب دايمًا تحت ال7 ده بالنسبة لي يعني، فأنا عملت 4 ده كويس، ماشي، هاجي كده تمام، أنا هاجي على الskin عندي ماشي، هابتدي أعمل إيه فوق هنا، هاشوف لو في أي خبطات أي حاجة ابتدي إن أنا إيه، أنعّمها، عايز أشوف أعمل group اسمه help eye طبعًا أنت ممكن تعمل action للhelp eye ده عشان مش كل مرّة تعمله. solid هاجي كده في الآخر أي حاجة شمال، طبعًا أنا عِدت الحاجة كذا مرّة بس علشان تبقوا أنتم إيه، واخدين بالكم، وهاجي أغمّق شوية علشان أشوف كويس، حلو أوي. أنا هنا الواد يعني ما فيهوش ديفوهات كتير، فأنا أبتدي إن أنا إيه، أتأكد إن أنا مش عامل sample on layer أشتغل على layer الcolor أبتدي إن أنا إيه، أنعّم الخبطات اللي أنا شايفها. من وجهة نظر إيه، من وجهة نظر إن أنا ماشي مع خطوط الوِش أو تشريح الوِش، فأنت كل أمّا تتعلّم حاجة في الدنيا، كل أمّا هتبقى بتعرف حاجة زيادة في الretouch بمعنى إيه، أنا اتعلّمت مثلًا في الdigital art إزاي حاجة اسمها الambient occlusion مثلًا يعني في جملة كده هناك اسمها الambient occlusion دي بتفيدك في حتّة الإضاءات والحاجات دي، فده هيفيدك في الretouch كل حاجة بتشوفها في الدنيا أو الreference بتاعك هو الدنيا، أنت بتبُص كده في الدنيا كده ال ال مثلًا أنا عايز أركّب شخصية موجودة مثلًا في scene هاعمل لها retouch طبعًا لو في أباجورة عايز أرمي light على البني آدم ده، فأنا شُفت كده رُحت جِبت كشّاف رُحت رميته على كتفي، فعرفت الlight هنا بيترسم إزاي، هو الlight مش عبارة عن edge كده وخلاص، لأ الlight ده لو هيسرح لحد الكتف هيترسم برسمة معيّنة، فالreference بتاعي أنت دايمًا بتروح تجيب reference من الحقيقة نفسها،
طبعًا اعذروني لو أنا باتكلّم بسرعة، بس أنا باحاول أقول لكم كل المعلومات اللي في دماغي، فإيه، اعتبروني رابر النهارده. مروان موسى معاكم. خلاص يا حبيبي اسكت. ماشي، المهم بنشيل كل الخبطات، نيجي هنا مثلًا في خبطة باينة أوي هنا أهي، ماشي، ابتدي إن أنا إيه، في الهدوم بقى، رايح جاي، رايح جاي، واحدة، واحدة برضه عشان الtexture ما تسيحش، ونبُص، أهم حاجة هنبُص. أنا الtexture راح شوية، كان المفروض إن أنا أخلّي واحدة للوش وواحدة للإيه، للهدوم، فأنا هارجع تاني كده. حلو، خلاص، وأقوم خافي تاني، هاعمل كده دوّة وهابتدي إن أنا أعمل واحد كمان، ماشي، أنا هاعمل ده الmerge كده هاسميه الskin، ماشي، وهاجي كده على ده، أشغّل تاني واحد للهدوم بقى، ماشي، هنا الtexture محتاج إن هو يسيح أكتر، علشان إيه، الدنيا ما تبوظش، عشان هاحس إن أنا الدنيا داخلة في بعض، معنى إيه، يعني بُصّوا لمّا نيجي نعمل كده، هتحسّوا إن إيه، ثانية واحدة، هنرجع تاني، بُص، لو كانت عملنا كده أو شغّلنا، ثانية واحدة عشان الدنيا إيه، نرجع واحدة، واحدة، ماشي، أدي الscan ماشي، أنا لو جينا هنا على الaction شغّلناه، وكان الرقم اللي إحنا عاملينه ده أقل من اللي المفروض نعمله، هنحس بإيه؟ نيجي كده على الcolor، نيجي على الcolor، علي سعد الله دخل. ماشي، هنيجي على الcolor وهنيجي ننعّم كده، هتحسّوا إن الtexture بتاعتك التيشيرت مش طبيعي، تحسّوه كده بقى إيه، بقى flat، الtexture بقت ما لهاش علاقة أصلًا بالخلفية بتاعتها. إحنا المفروض نعمل إيه، نمسح ده خالص كده لمّا نيجي نحس بالإحساس ده، يعني حتى مثلًا في الskin فوق، ماشي، لمّا تيجي هنا تيجي مثلًا صورة فيها texture واضحة وصريحة، تيجي تنعّم، هتحس إن الدنيا بُص فلّتت معاك كده. فده من حاجتين، لا أنت رُحت سيّحت الدنيا كلّها في بعض، لا الvalue أو القيمة اللي أنت دخّلتها في البداية خالص هي اللي غلط. فأنا هابتدي أعمل كده، هابُص كده الtexture بتاعي راح، لأ لسه، أزوّد، 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 لحد أمّا أحس إن الtexture راحت، تمام، وأدوس enter، وآجي هنا كده على الmixer، أكبّر شوية وأبتدي إن أنا أشيل بس الإيه، الخبطات اللي موجودة في التيشيرت، بالشكل ده، إن أنا أسيّح التيشيرت، قصدي إن أنا أشيل الخبطات مش أسيّح التيشيرت، يعني أنا بامشي مع الخبطات بتاعته. المهم ما يبقاش في كرمشه بتاعة الكوي، مش الكرمشه اللي هي الطبيعية، يعني أنا إيده دلوقتي ممدودة، ما ينفعش أنا أشيل ده، مش طبيعي. أنا مش مع أي حد بيروح يسيّح الدنيا يخلّي لي القميص مسطرة، يعني أنا مش بابيع لي كونكريت هنا، أو مش بابيع قميص، أو مش بابيع حاجات بتاعة البِدَل والحاجات دي ماشي، ممكن أقول لك المفروض الحاجة تبقى مضبوطة أوي، لكن هنا المفروض موضوع طبيعي، فاهم؟ أي حاجة مش طبيعية ما باحبهاش. عبده بيعمل كده بالمناسبة، بيسيّح كل شوية، بينعّم كل حاجة. فهي وجهات نظر، أنا قُلت لكم النهارده الموضوع كلّه وجهات نظر، في وجهات نظر صح، غلط، دي ما فيش حاجة اسمها صح وغلط، هي في إن هي دي وجهة نظري فأنا باعملها، بس كده. فأنا بالنسبة لي أنا رُحت نعّمت الدنيا بس في نفس الوقت ما سيّحتهاش، دي وجهة نظري. أنا شغّال بالmouse على الgraphic tablet، أنا شغّال بالgraphic tablet بس قشطة، يعني الاتنين واحد بالنسبة لي، يعني أنا دلوقتي هاغيّر أهو، هي بنفس الmouse، فاهم، دلوقتي أنا بالmouse عادي، بالنسبة لي مش فارقة أوي غير في رسم الشعر بس. بس الجرافيك طبعًا هيسهّل عليك كتير وإيدك هترتاح أكتر وأنت شغّال، سواء في الretouching، في الcompositing، في أي حاجة أنت الجرافيك تابلت بيسهّل عليك حاجات، بس الماوس ممكن يقوم بالموضوع عادي، يعني في الأول خالص أنت مش شرط إن أنت تروح تشتري جرافيك تابلت جامد فشخ عشان تشتغل بيه، لأ عادي يعني، على حسب إمكانياتك، واحدة، واحدة يعني. فأنا دلوقتي إيه، أهو نعّمت دلوقتي هابتدي إن أنا أنعّم الخبطات اللي أنا شايفها في الكنبة مثلًا. زي ما قُلنا أنا باحاول عيني بابُص كده من بعيد، أشوف عيني راحت على إيه، راحت على الخبطة دي، فرُحت شِلتها. جوّه الfrequency عادي، يعني أنا بانعّم بس الخبطات اللي موجودة، فاهمين قصدي؟ تمام، أنا خلّصت الحتّة دي، هابتدي دلوقتي أحل المشكلة اللي ورا دي، تمام. فأنا المشكلة اللي ورا دي، أنا خلاص خلّصت تنعيم الscan، شِلت عملت الstamp خلاص، هابتدي بقى إن أنا أشوف حلول للمشاكل الكبيرة أوي اللي عندي، تمام. أنا المشكلة من اللي عندي هنا إن الشباك ده ملسوع وما عنديش حل ليه.
تمام، فأنا المفروض دلوقتي أروح أقفل بس ده. ماشي، عملت دول كده، ده اسمه retouch. حلو. هابتدي إن أنا إيه، عايز أعدل، فأنا عندي حل هنا. ماشي، إن أنا آخد الحتة اللي فوق دي. ماشي، وآخد مرجاية كده، بس أخدت مرج آخد منها الكوبي وأمسحها. قبل أي حاجة، حد عنده حل تاني غير الحل اللي أنا هاعمله ده؟ سواء AI سواء أي حاجة، أنا محتاج بس أسمع رأي حد غيري دلوقتي، غير عبده يعني. حد عنده أي فكرة إزاي أرجّع التفاصيل بتاعة البتاع دوّة من غير إن أنا آخد الحتة اللي فوق دي؟ أجيب شباك تاني أو AI، تمام، ممكن تجيب صورة تانية وتركبها، صح. أنا ما باكرهش عبده أصلًا، اسكت يا مروان رمضان بس. upscale standboard، حلو أوي. وأستاذ علي سعد الله برضه. mixer burst، طيب. يعني في حلول كتير، تمام، فأنا مش هاعرف إيه الحل المناسب غير لمّا أنا أجرّب كل ده، تمام. فأنا دلوقتي هاجي هاخد دي وجهة نظر على فكرة، ممكن بعد ما أخلّص الحتة دي، يعني ممكن ما آخد نفس البتاعة دي كده، أروح أكبّرها كده بالشكل ده، إيه ده؟ ماشي، جهازك بايظ. ماشي، كمّلنا كده، شدّينا بالشكل ده كده، عملنا كده مثلًا. ماشي، رُحنا في بوظان حصل هنا في الtexture. طيب أنا بقى هنا مشكلتي في الtexture إن في texture اتمطّت، فأنا أقوم جاي هنا كده شايل الtexture بتاعتي، هاشيلها إزاي؟ هاجي كده هنا في حاجة اسمها noise reduction في الكاميرا raw. رُحت كده سيّحت، 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 لحد أمّا أنا إيه، رُحت فتحت الnoise reduction، قلّلت الdetails، ما بقاش في noise، ما بقاش في texture اتمطّت، بس ما بقت من غير texture خالص. بس تعالَ نشوف الأول هل هتنفع والّا لأ. هاعمل mask كده وأغيّر. حلو، فهاجي كده بالقص بالpen tool، أنا باحب أشتغل بالpen tool بصراحة. شوفوا أنتم، بس أنا بالنسبة لي يعني أكتر حاجة accurate يعني accurate. أيوه. آه، طيب أول حاجة أنا خايف دي تتفهم. أهو بنقص الحاجة، بُص واحدة، واحدة، أنا باقص سريع كده، مش مهم إن أنا أمشي على الedge، بس أنتم المهم تمشوا على الedge يعني. طبعًا كل اللي أنا باقوله دلوقتي ده هو شوية معلومات كتيرة أوي هتتنسي لو أنتم ما طبّقتوش، هتتنسي لو أنتم ما اسمه إيه ده، ما فكّرتوش بنفس وجهة النظر في شغلكم، ما بصيتوش على صور كتير. أنا المهمة بتاعتي النهارده إن أنتم تعرفوا ده اتعمل إزاي، إن أنتم تعملوه بقى دي مهمتكم أنتم، إن أنتم تمارسوها. يعني أنا بالنسبة لي أنا فهّمتك إن أنت مثلًا لمّا تروح تذاكر حاجة فيها مثلًا set design، تتعلّم حاجة فيها حاجة زي إيه مثلًا، حاجة فيها آآ حاجة فيها decoration، حاجة فيها مثلًا إزاي الliquid لمّا ييجي يُقع من العصير شكله بيبقى عامل إزاي مثلًا، فضلت تبُص على الحاجات دي، إزاي الshadow تحت العربيات بيتحرك، الحاجات دي كلّها بتفيدك. ماشي، جرّب content عادي. تمام. دي كلّها طُرق، اللي أنتم بتتكلّموا فيه ده كلّه طُرق ممكن تبقى صح عادي جدًا، ممكن تبقى غلط، هي الفكرة كلّها أنا باجرّب دلوقتي، فأنا قصّيت دلوقتي الشخص وهابتدي إن أنا بقى إيه، أتشقلب شوية براحتي. فأنا قصّيت أهو الشخص، بالنسبة لي أهوّة، رُحت قصّيت الجزء اللي أنا محتاجه وحطّيته في mask، وجيت هنا مثلًا رُحت حدّدت الجزء ده كده، عملت كده سريعةً يعني، سريعًا إيه سريعةً دي، نعمل كده هنشيل ده من الماسك، حلو. فأنا معايا إيه، بتاع دي كده، أروح أقوم حاطط إيه، الشكل ده كده، تمام. هو الموضوع باظ في مناطق، فتعالَ نبتدي نصلّحها. أنا دلوقتي محتاج إيه، محتاج إن أنا بس الedge بتاعي أول حاجة ما فيش edge sharp في العالم كلّه، فما ينفعش ألاقي edge عند أي حد كده sharp، ما فيش حاجة اسمها edge sharp بالشكل ده، لازم ياخد شوية feather يmerge مع الإيه، نفس فكرة الblur اللي جنبه، تمام، حلو. أبتدي أقلل الopacity بتاعتي شوية، شوية صغيّرين. ماشي، محتاج شوية إضاءة من تحت، المهم ما يبقاش ملسوع تاني عشان ما يبقاش رجع لنفس اللي إحنا رُحنا له. ندّي شوية إضاءة من تحت، أنا مبسوط مش متضايق، نبتدي نحل المشاكل التانية. إيه المشاكل التانية؟ إن هي مش في حاجات مقصوصة، فأنا أبتدي إن أنا إيه،
ثانية واحدة، كل ده طبعًا إحنا بنعمله كروكي كده سريع، عشان أنتم بعد كده إيه، مهمتكم إن أنتم تخلّوا الموضوع شكله أوقع، تفاصيله أحسن. أنا دلوقتي ابتديت إن أنا أرجّع الإدجات اللي بايظة. تمام، حلو، ممكن ننوّر شوية من الشمال برضه أكتر، نفس الإضاءة اللي أنا عاملها دي، ممكن نزوّد واحد كمان curve كده نفتّح شوية، ندّيها من ناحية الشمال كده بحيث بس الدنيا تmerge تاني زي ما كانت. حلو، أنا بالنسبة لي الدنيا تمام، المشكلة اتحلّت، أنتم رأيكم إيه؟ قولوا لي طيب وجهة نظركم في اللي أنا حلّي المشكلة ده كان صح والّا غلط؟ طيب إحنا كان في مشكلة بس آخر حاجة عشان بس يبقى بالنسبة لنا. جميل حلو. أنا مشكلتي دلوقتي إن مثلًا الموضوع ده سايح، إن الستارة دي كانت سايحة، فهنعمل زي ما عملنا المَرّة اللي فاتت. جمالية، حلو أوي. حلو، هنيجي نعمل 50% gray، نعمل الnoise، نحط شكل الnoise كده، نعملها soft light. حلو، ونعملها clipping على شكل الستارة، فرجع تاني نفس الnoise اللي كان نفس الtexture اللي كان موجود أهو، شايفينه؟ بس كده. طبعًا الtexture لو صغير ومنيّس كده ومحتاج إن هو يكبر كده، هنروح مدّي له سِنّة blur، سنيكة بلور بس دخل كده في المود، وممكن ندّي له واحدة duplicate، خلاص بقى شبهها بالضبط، قلل شوية، خلاص. على واحدة، واحدة بس خلّينا نخلّص الصورة دي ونشوف الأسئلة واحدة، واحدة. حلو. مش فاهمة مين تاني طيب مش فاهم اللي أنا قُلته دلوقتي عشان مش فاهم إيه بالضبط أو مين مش فاهم إيه بالضبط؟ هاخلّص دي وأنت تخُش. الline بتاع الإضاءة في الستارة مش محتاج إنه يسيح والّا الحواف دي تمام؟ الحواف اللي موجودة هنا دي لسه هتسيح، بس مش هتسيح، يعني هي مش محتاجة تسيح، هي بس فيها edge إضاءة، ممكن أقفله أو ممكن أدّي له واحدة كده، يعني أنا بالنسبة لي ممكن في الآخر أقوم عامل كده. الحتّة اللي بايظة عندي هو راح فين؟ معلش الشاشة مش عارف فين، باتوه. ماشي، لأ بنعمله لمّا بنعمل gray تمام. يعني هتبقى مشكلة معاك لإن أنت هيبقى مثلًا الصورة يعني أنت إيه الفرق ما بين إن أنت بيبقى معاك الAI أو لأ؟ أنا مثلًا محتاج إن أنا أشيل مثلًا البني آدم ده، الAI هيشيلها لي في تَكّة، أنت لمّا تيجي تشيل مش هتعرف تشيلها، فأنت شِلت من على نَفْسك ميزة كبيرة أوي. في ناس ما بتحبش الAI، أنا مش معاهم، ليه؟ يعني الAI بيسرّع الشغل، بيضيف لك في حاجات كتير أوي. ممكن ما يبقاش مثلًا في إمكانيات مثلًا إن أنت ما تعرفش تعمل دوّة، فأنت معاك حلول تانية زي كريا، زي الحاجات دي أنت ممكن تستخدمها. المشكلة إن جهازي ضعيف، ماشي أنت جهازك ضعيف ممكن تستخدم مثلًا إن أنت تروح تعمل الحاجة تبوّظها كده، يعني أنا ممكن بُص هافهّمك حاجة، أنا ساعات باعملها يعني. أنا دلوقتي محتاج إن أنا أشيل التابلو ده مثلًا يعني، فأنا أقوم عامل كده، وده كده مثلًا يعني، أهو كده، حلو، وأعمل كده، دي تكنيك كده أنا باستخدمه يعني مع الAI حتى لو جهازي مش شغال، فأنا هاخد كده هاخد screenshot بالشكل ده، هادخل على جوجل، أخش على كريا، أحط الصورة، ده اسمه كريا AI ماشي، أحط الصورة، هيجيب لي الصورة هنا، هاقول له إن أنا عايز upscaling enhance تمام، هيقول لي استنى شوية، ثانية واحدة، هو كاتب دقيقة. مدفوع يا جماعة، هو كريا AI مدفوع؟ النسخة المدفوعة اللي بتدّي 4K بس. ما أنا مش عايز 4K، أنا عايزها بس يعني 2K عادي فاهم، مش عايز يعني الكريا مش مدفوعة لو أنت هتشتغل في الاتنين دول بس، ما تدخّلناش في مشاكل مع حد يا عم. بس هو بيقول لي كذا، ماشي، إيه ده؟ هي اللي كذا مرّة بس تعمل enhance؟
لا انت عليكم بقى وعلى الفري بيك ولا ايه؟ الفري بيك ليك مرتين في اليوم مثلا. هو عمل ايه؟ اه ثانية واحدة. بص انت مثلا هو ادالك دلوقتي ريفرنس. ايه ده؟ ايه الأرض؟ استنى بس. المفروض ان انت مقلل ده ليه؟ خلينا في اللي انا بتعامل بيه على طول. ادي الفري بيك ماشي. الفري بيك كده كده بيبقى ليك كل يوم عدد كريدتس معين قليل. حلو. انا مثلا استاذ عبده مش مشترك في الفري بيك. حلو. هخش كده على فري بيك اهو عادي جدا. اب سكيل. سواء ان انت بقى عايز تشترك او لا يعني. انا هخش في الاب سكيل اهو. تمام. هاخد نفس الصوره اللي انا عملتها كنترول سي. انا كنت عاملها سكرين شوت عملت كنترول في بس. هخش عندك ستيبل او فيفيد او اي. الفيفيد دي هو بيغير لي شويه في الصوره حاجات بسيطه. الستيبل دي بيخلي الصوره زي ما هي بس بيحول لي شكل الصوره شويه يعني بيخليها رياليستيك. فانا عملت ببرشايه كده هدوس هنا. واحده اب سكيل هو عنده 2 كريدت ماشي ليك كريدت في اليوم. ماشي. فانا هدوس كده على دي. وهدوس مره فيفيد يعني. عبده كده كده يخسر الكريدتس مش فارقه يعني. هو في اليوم يعني كل يوم بتتجدد لك لو اشتركت بقى بيبقى معاك كريدتس كتير. بس ثانية واحدة اتحمل بس. انتوا يعني حد فيكم زهقان طيب او عايزين كفاية كده ولا عايزين ايه؟ ماشي ده بوظها لي علشان هي شبه الصورة قوي. هو ليه الاي اي مصمم يكسفني النهارده؟ استنى بس الاي اي مصمم يكسفني. طيب. انت عندك الاستيبل هنا؟ طيب تعالوا واحدة واحدة كده هوريكم عايزين هوريكم حاجة. ده ببلاش بقى ماشي. آه، ده في سي ماشي. تمام ده حاجه اسمها الستيبل ديفيوجن ماشي. الستيبل ديفيوجن ده هو حاجه مجانيه يعني مش حاجه بفلوس. بس هي انترفيس كده. لو اتعلمتها شويه هتعرف تتعامل اكتر يعني. بس خلينا منها دلوقتي. انا بس تعال نكمل الصوره بلاش نخش في حاجات كتير. تعال نكمل الصوره بعد كده نبقى نشوف. طيب. لو الاضاءه مرفوعه جامد على الاشخاص تتحل ازاي؟ هي تتحل بالاي اي ان انت تروح تاخد الصوره تحطها على الاي اي فيرجع لك تفاصيل. اسمه ايه سرحنا معلش انا السؤال الاسئله. طب تعالى نركن الاسئله دلوقتي. تعالى نكمل الصوره عشان نعرف بس هي بتتقفل ازاي في الاخر وبعد كده نكمل. حلو. انا عندي مشكله هنا تانية. ان الايد دي اوت اوف فوكس. ماشي. فانا هخش على الفري باك هشوف لي كده صوره. دورت لقيت الصوره ديت بس لقيتها بريميوم وانا معيش اكونت على الفري باك. لقيت الصوره دي فنزلتها بصراحه. هاخد الصوره احطها على الفوتوشوب. وهبتدي ان انا اقص الصوره الجميله دي. اقصها بنتون. حتى يوم اجازتي هشتغل بالبنتول اتخنقت منها. ستيبل ديفيوجن بالظبط كده. او كوم في يو اي اي حاجه. ستيبل. ماشي انا كده بس بقص كروكي كده بسرعه. ما بنغلطش في حد يعني. ما بنغلطش في حد كفايه ان هو اداني الصور يعني ما بنغلطش في حد. أقسم بالله. هو مش شرط الستيبل ديفيوجن. هو انت بالنسبه لك انت آه في حاجات كتير قوي بتسهل اكتر من ستيبل ديفيوجن الكون في او الحاجات ديت. هو الاي اي عباره زي كريا بالظبط يعني الموضوع هو نفسه كريا. بس الموضوع يعني مش اسهل يعني الموضوع اصعب شويه من الويب سايتس بتاعت كريا لازم تتعلم شويه. انا قوم جاي كده هعمل ماسك. واخد الصوره حطيتها هنا. يس اوكي.
هو احنا حاطين الصورة ايه ده؟ ايه الناحية التانية؟ أهي. نيجي كده، انا عايز اكبر الايد شوية، وجهة نظري ان انا عايز اكبر الايد شوية والفها كده شوية. ماشي، انا مبسوط كده شوية. بس طبعا هنتفشخ شوية في حتة الإضاءات اللي موجودة، إن هي كانت على باك جراوند بيضة شوية. هاجي أول حاجة عايزة أماتشها هي الإضاءة. ماشي، فأنا هاجي أحط برايتنس على كليبنج كده وأغمق، أدي كونتراست شوية. فاكرين الهيلد أي؟ هشيل بس الكونتراست. أنا عايز بس أشوف هل الإيد دي ميرجد مع الفاليوز. في حاجة اسمها فاليوز، هي إن الإيد بالنسبة لك أنت دلوقتي لو رحت شلت البرايتنس ده، الفاليوز اللي هي درجة الجراي والوايت والبلاك، هل هي ماتشنج مع الصورة؟ هل انتوا شايفين الصورة دي حقيقية مع ده؟ لا، صح؟ حلو. فانا هروح اجمع، ابص، ناقصها شوية اضاءات بس البلاكس ابتدت تمرج. ماشي، اللي هي الاسودات ابتدت تمرج معايا شوية، ناقصها شوية اضاءات على الصوابع بتاع. فانا هبتدي ان انا جايب كيرف نفس فكرة اللوكال دوت جنبر، او مفتح كده، جاي اتجاه الاضاءه جاي منين. فانا عشان كده رحت قلت لكم انتوا المفروض بيبقى عندكم خلفيه في حاجات كتير. اتجاه الاضاءه جاي من ورا، فانا هبتدي ان انا ارسم الاضاءه كده ايه، واحده واحده، برشاة خفيفة كده، أرسم الإضاءة إن هي تبقى جاية من ورا. من ورا ومن فوق يعني. حلو جدا. فأنا معايا كده أهو إضاءة أهي. تمام. بشكل مبدئي يعني نبتدي نتفي. نبص، محتاجة شوية أصفر في الهايلايت. فأنا هقوم جاي حاطط كولر بالانس. طبعا احنا فاهمين التولز بتاعت الادجستمنت، صح؟ اه تمام. هاجي في الهايلايتس واحط شوية أصفر، شوية أحمر. انتوا شايفين ايه؟ يعني مثلا اهو احنا زودنا كده شوية بس. وانتوا شايفين ايه؟ ممكن شوية في الميد تون أصفر كده. حلو بس يحمر شوية، تعال نحمر شوية أهو. ممكن برضو نقفل حاجات بسيطة، اللي هو مثلا نعمل شوية برنات موجودة كليبن كده، نقفلها شوية ونقفل من الأماكن اللي مش هيجي لها الإضاءة، اللي هي كده. تمام. حلو، بس في حد تاني كده؟ اه حلو كده، ماشي تمام. حلو. فأنا هبتدي دلوقتي إن أنا أشوف الصورة محتاجة إيه بقى. طيب أنا دلوقتي معايا صورة محتاجة تتلون. طيب أنا هلونها بناء على إيه؟ طيب أنا محتاج إن أنا لما أبص للصورة أعرف التوقيت بتاع الصورة. ثانية واحدة. الإيد مقصوصة أكبر ولا أنت قاصد؟ أنا قاصد إن أنا أكبر الإيد، يعني أنا قاصدها. ماشي، أنا قاصد إن أنا باين إن الإيد أكبر شوية. البنطلون، إحنا نسينا البنطلون. أنا كده كده أنا كنت هشيله AI. فأنا تعالى نشوف كده ال AI هيعمل إيه. حاجة أعمل كده جنريتيف، نعمل لاير جنريت. اه احنا بعد ما نخلص دي على طول عبده هيخش معانا في الصورة بتاعت البرجر عشان ما يهربش وينام. يا ساتر يا رب. هو عمل ايه؟ هو ليه بيكسفني المرة دي؟ هو ليه بيكسفني؟ لا اله الا الله. اكتب له بنطلون تاني. اكتب. هو ليه بيكسفني المشكلة؟ بس ثواني غلطة فنية، غلطة. نكتب له بس يفهم. يا سواد السؤال. هو بنطلون اسود على فكرة. الله. هو ما فهمش أوي. طيب مش شرط نشيل نكتب جينز. ايه الرعب ده؟ وخايفين من الاي اي ياخد مكاننا.
يوم أجازة بقى. هو إيه طيب؟ أهو الله الله الله. ده بالضبط. خلاها طيب طيب. المهم مش شرط نعمل ممكن نقفله عادي. مش شرط نغيره. المهم يعني انتوا لو عايزين تشيلوها تغيروها تروح تجيبوا صورة وتركبوا البنطلون. فاهم؟ مش تمام. خلي الجنريت اول لاير فوق، ما هو فعلا اول لاير فوق يا ابني، مفيش حاجة ظاهرة فوقيه تاني. هو انت بس فاهم كله مخفي. أقول لكم طريقة. كله مخفي. ان انت تروح تسلم. لا أنت فاهم. فاكس أنا مش هعمل كده. الاي اي مرة انسان اتريق عليا. بالظبط. طيب يعني هنشوف بقى. هنعتبر ان الصورة هم البنطلون ده مكتوب له انه يبقى موجود معانا، فهنكمل بعدها. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا ابص للصورة كمود. انا محتاج ايه من الصورة؟ انا عندي، تعالى كده نحلل الصورة. انت جهازك بايظ بصراحة. ماشي. اول حاجة انا محتاج عندي الهيرو بتاعي هو الايد بتاعتنا، وبعد كده الشخص، والحاجات دي مش مهمة. يعني انا المهم ان انا اعرف بس ان بتاع، بس في زحمه، انا حاسس في زحمه كتير، عيني متضايقه، عيني مش عارفه تروح فين. تمام. حلو. والمخده ممكن تكون بتشد العين عشان لون اصفر، بس عندي جمله مهمه قوي بقى. المخده ممكن ما اغيرش لونها في حاله واحده، ان لو الاصفر ده مقصود ريليتد بالبراند بتاعنا، يعني احنا ما بنلونش. يعني مثلا ما ينفعش فودافون اروح اقوم حاطط له لون بنفسجي في الصوره. لا. او ما ينفعش اورنج اعمل له لون اخضر. زمان يعني ايام اتصالات دي كانت كارثه، ما ينفعش. يعني انت الحاجه نفسها انت بتلونها ريليتد بالبراند بتاعك، وبعد كده شويه عوامل تانية، ان الصوره ديت الصبح ولا بالليل. فلو الصبح هنروح لناحيه الالوان السخنه اللي هي الاصفرات الاحمرات الكلام ده كله. لو بالليل تبقى كولد ازرقات بنفسجي الحاجات دي. تمام. فهو انت الصوره بالنسبه لك انت بتقراها على اساس المود بتاعها. طيب انا الصوره دي عايز اروح فين؟ انا بصراحه كنت الصوره دي عايز اروح ناحيه البنفسجيات وكده. ان البراند بتاعنا بيك ايه كان اللوجو بتاعه او اللون بتاعه كان بنفسجي، فانا عايز اجرب كده الموضوع ده، يبقى الواد ده جيمر مثلا وقاعد في اوضته وبتاع وكده. ان هو المفروض اصلا ان الستوري بتاعته ان هو كان قاعد بيلعب مع اصحابه بلاي ستيشن. ممكن تغمض برامج تستخدم فيها ساتوريشن، انا نشوف ايه بيليه مع بعض عشان يبقى العين بلاسد مرتاح. تمام. دي وجهه نظر. انت بتقعد بتلعب، يعني انا قاعد دلوقتي، انا قاعد بلعب مع الصوره، باخد وبدي معاها كده، بشوف رايحه معايا فين. مفيش حاجه صح في الالوان. انت المهم بالنسبه لك ان انت توصل الفكره من الصوره، وما تبعدش. يعني مثلا ما ينفعش اروح مثلا اعمل ايه مثلا، اجيب صوره بالليل مثلا واروح احط فيها اصفارات واخلي الدنيا صفراء وبتاع. لا، هو كولد، الالوان هاديه. ماشي. ما ينفعش لون مثلا الدنيا الصبح اروح مخلي فيها الدنيا يعني في وسط الشمس واخليها كولد. فاهمين قصدي؟ تمام. فاحنا اول حاجه انا هاخد كده، المفروض ان انا اقص البني ادم ده بالبين تول، بس انا هنختصر بس عشان الوقت. وهاجي بالسلكت اوبجكت وهعمل كده بس. طبعا انا كل اصحابي دلوقتي داخلين اول حاجه هنيجي كده. ماشي. ارى البتاع بس ما اقراش التليفون. حلو. هنضيف كده الايه، هنضيف التليفون. هو ليه قال لي الحته دي معايا؟ حلو. فين بقى الماسك بتاع يعني؟ هنضيف ده معانا، هنضيف الماسك بتاع التليفون ونقص بس بتاع ده كده. انا مش عارف ليه بعمل كده اصلا. حلو. فانا دلوقتي معانا ادي الصوره بتاعت الواد اهي. ماشي. معايا ماسك دلوقتي للواد هنخليه فوق خالص. حلو. كده اشتغل على الباك جراوند شويه. ماشي. هاخد مرجايه كده. حلو. ايه ده؟ كاميرا رو. انا هبتدي العب مع الوايت بالانس كده شويه، اشوف انا ممكن اروح فين. فاهمين قصدي؟ بغض النظر عن الولد، انا دلوقتي عملت ماسك ورحت فصلت الولد، فانا عيني ما تروحش على الولد، انا عيني تروح على الباك جراوند اللي ورا. هنا بيديني لون احمر ان في هايلايتس زياده، فانا هغمق الهايلايتس. ممكن ادي شويه كونتراست شويه، فتح شادوز شويه، اروح ناحيه الموف اكتر، اروح كده، اروح كده شويه.
انا عايز اوصل ان الاوضه دي اوضه حد بيلعب بلاي ستيشن او اوضه حد جيمر، فاهم؟ فانا هبتدي ان انا احط مثلا شويه ازرق في الشادوهات، حاجات بسيطه، شويه هايلايتس، حاجات بسيطه. فانا كل ده ايه؟ تمام، بالظبط كده. يعني انا مرحله دلوقتي انا مثلا هخش على البنترست. يعني انا بقول لك، هو انت بتتخيل انا هخش على البنترست هكتب ايه؟ هكتب مثلا حد مثلا بيبقى قاعد الجيمرز وكده، فانا هكتب جيمنج روم مثلا، او الحاجات دي، جيمرز روم. هل وابتدي ابص اشوف ريفرنس كده؟ بص، اوضه الجيمرز كلهم تبقى عامله ازاي؟ بص، فاهمين قصدي؟ هو بيلعب ما بين لون السيان والموف، وانا كده كده اصلا البراند بتاعي رايح ناحيه الموف والماجنتا والكلام ده كله، فانا ريليتد بالبريف، فاهم؟ فاهمين قصدي؟ وانا اصلا كده الوان النيون حلو قوي. فانا دلوقتي لو كانت الصوره بتاعتي دي، انا مش هروح لها للنيون، هروح مثلا لصور عاديه، مثلا صوره عاديه في اوضه مثلا، دي صوره انا كنت عاملها ماشي. انا هنا رحت عملت ايه؟ ماشي، الصوره كانت كده، حلو. الصوره عباره عن، هو انا خرجت من البتاع ولا ايه اللي حصل؟ صوتي موجود؟ تمام، ماشي. فانا دلوقتي هبتدي ان انا الون الصوره. تمام، انا شفت الصوره اهيت، تمام. رحت كده ليه؟ رحت ناحيه الورم وكده ليه؟ البراند بتاعي نفسه، شوفوا البراند هنا اهو، ماشي، البراند بتاعي اورنج. فانا رحت ناحيه ان انا اروح لحاجه مونوكروماتيك، ان الالوان كلها تبقى درجه لون واحده، هي السين كله مبني على الاساس ده. فانا رحت شفت، حتى بصوا اللوحه اللي ورا، رحت شفتها ان كان لون عيني رايحه عليه، رحت قربت الدنيا كلها للون الاورنج. ليه؟ ان كان عندي وجهه نظر ان الباك نفسها كلها اورنجات، فانا رحت قمت موحد الدنيا كلها لون اورنج. رحت ظبطت الاضاءه هنا اكن في شباك داخل من اضاءته داخله من هنا. ورا كانت الدنيا غامقه، فالدنيا مش عيني مش مرتاح، فقمت منورها في نفس الوقت، نورتها مش اوفر برضه عشان عيني تبقى ايه، الدنيا حقيقيه. ركبت الشط، تمام. نظفت الكرسي، شفت اللون الاصفر ده الاورنج شويه علشان يبقى برضه ريليتد بالباك. كل حاجه ليها لازمه، كل حاجه انت بتعملها مونوكروماتيك كلر، بالظبط. كل حاجه انت بتعملها، يعني مثلا هنا لون الباك ايه؟ اخضر، فانا رحت من ناحيه الالوان كلها رايحه ناحيه ايه؟ اخضر. مثلا السين هنا انا عيني مش عارفه تروح فين، انا محتاج دلوقتي ايه الهيروز بتوعي؟ البنت دي بالايه؟ يعني تعالى كده واحده واحده، انا اهي. تعالى ناخد كده الصوره دي، تعالى طالما بنشرح حته الكلر تعالى نشرح واحده واحده. انا البنت دي الهيرو بتاعي ايه؟ هو الشاي. مفيش صوت؟ ازاي؟ انت سامعني؟ شغال، ماشي، تمام. فانا بالنسبه لي الهيرو بتاعي هو الباك دي، البنت دي، دول بيخدموا عليها. ده مش مهم عندي، عايز الدنيا هنا في كتير قوي، انا مش عايز اشوف ده. فين سورس الاضاءه؟ سورس الاضاءه اهو. فانا ممكن اقفل فوق، فانا اقفل ده، ده مش مهم. الارض كتير، اقفل من هنا، فالفوكس يحصل لي ايه؟ فوكس يحصل هنا. اقفل من هنا شويه بحيث ان الفوكس برضو عيني تروح هنا. ده ملوش لازمه، ليه؟ ان الاضاءه جايه من بره. ده منور ازاي؟ يعني العمود ده منور ازاي؟ مش طبيعي انه يبقى منور. فانا اقفل ده، اقفل ده. فحصل ايه عندنا؟ ان انا بعد اهو، رحنا بعد. حصل ايه؟ انا قفلت من هنا، قفلت من هنا، فالفوكس قرب لهنا اكتر. قفلت من هنا شويه، فيكت فيكت شويه البلاكات اللي ورا عن الكلب عشان يحصل فيه ان في فصل ما بين الكلب والبنت اهو. حسيت برضو هنا في هيز كده تحسينه، اللي هو خليت البلاكس مش سودا. يعني بصوا هنا البلاك سودا، هنا مش سودا. ليه؟ اكن في اشعه شمس داخله، فخلت ان هنا
بالعكس فيدت مع اشعه الشمس، فحصل ان في طبقه، البنت دي بقت لاير ودي لاير، فحسيت ان في ديبس اكتر في الصوره. تمام. قفلت من هنا، قفلت العواميد ديت، وخليت في مصدر اضاءه كده جاي من هنا شويه اكن الشمس اللي كانت جايه من هنا، فحصل ايه؟ ان الاضاءه بقت جايه كده. مصدر الاضاءه بتاعي اهو، انا اول ما ابص للصوره ببص ايه هو مصدر النور بتاعي؟ هو الشباك. فعلى اساسه بعمل ايه؟ بخلي الصوره رياليستيك، الصوره فيها مصدر اضاءه متشاف، فببتدي ان انا اقفل الاضاءه على اساسه. هنا ما كانش ايه، هنا الدنيا كانت خلطبيطه، انا مش شايف حاجه، فين مصدر الاضاءه بتاعي؟ هو من بره. هل مش خلطبيطه عشان المصور ما عمل ده؟ لا، هو انت مهمتك ان انت بتكمل من بعد المصور. يعني لو المصور عمل لك لايت دايركشن لطيف، او لايت دايركشن جاي من بره، بس هو السين منور، انت مهمتك بقى ان انت تقفل وكده، تخلي الفوكس بتاعك او الارت دايركشن يكمل، انت تخلي عينك رايحه هنا. يعني انت لو غمضت عينك وبصيت، عيني رايحه هنا، خلاص دي مهمتي انتهت. حلو، نرجع تاني. انا الصوره اهي ماشي، حطيت لها المود بتاعي اللي هو البيز بتاعي. حبيب قلبي، البيز بتاعي الكالرز اللي انا قلت عليها، اللي هي الماجنتا والبلو والكلام ده. تمام. فاحنا قلنا لو احنا رايحين لصوره تانية، فانا هروح اخد ريفرنس. اخد ريفرنس ازاي؟ ان انا هاجي هنا مثلا في البيهانس، انا خايف افتح مثلا في ناس كتير، مثلا احمد عثمان، تعالى نكتب احمد عثمان. ماشي. احمد عثمان من الناس اساتذتي يعني، اللي مدخليني، هم اللي معلميني فتعالى مثلا احمد عثمان الكامبين دي، مثلا انا عندي مثلا الصوره دي مثلا عجبتني، مثلا فيها الهيز اللي ورا ده عجبني، ريفرنس ليا انا بقعد دلوقتي اجمع في شويه ريفرنس. انا مثلا جينا محتاج اشوف ريفرنس الاوض، يعني ممكن ما يبقاش فيه حاجه احسن من ده دلوقتي اعرف اخدها كريفرنس. انت طبعا بتدور على البنترست كده، بس انا بس عشان مش عايز اخش على بنترست علشان ما يبقاش فيه صور مش ظريفه. فتعالى هناخد دي ايه ريفرنس لينا للكالرز مثلا. فانت بتروح تاخدها، بس تكون ريليتد بالصوره، يعني تكون شبهها في نفس المود نفس الحاجه. انا شايف ان هي ممكن تبقى نفس المود. هنعمل كده. تعالى هنشيل مثلا اللي احنا عملناه تحت. حلو. فانا دلوقتي الصوره بتاعتي هي فيها لون ازرق طاغي اكتر، فانا هاجي كده، هاجي اعمل كده، هاجي هعمل حاجه كونفرت سمارت اوبجكت. هعمل الصوره دي سمارت اوبجكت ليه؟ عشان لما اجي اعمل كاميرا رو اعرف ارجع للكاميرا رو تاني. تمام. هفتح كده الصوره دي كالريفرنس بتاعنا، وهاجي على الكاميرا رو، هاجي كده. حلو. هغمق شويه، هاجي هنا بس اصغر البتاع دي شويه عشان اعرف اشوف الريفرنس بتاعي. تمام. هي رايحه ناحيه الكولد اكتر، طبعا انت مش بتسرق، انت بس يعني بتحاول تقرب المود من بعضه. ما نفعش هنروح نشوف ريفرنس تاني عادي جدا. ثانية واحدة. بتحاول بس ان انت تقرب المود من هنا لهنا، وبعد كده تظبط الدنيا بقى ايه واحده واحده. مثلا في كلر اورنج اكتر نروح نزوده بتاع، بس انت بتحط الاتموسفير بدايتك فين. تمام. على حسب الريفرنس، يعني ممكن الريفرنس في الاخر ما يبقاش مظبوط، ممكن ما يبقاش يعني مظبوط على الصوره بتاعتك، بس احنا دلوقتي احنا بنجرب. هننسى الشخص، هننسى الكاركتر، ونحاول نقرب الباك جراوند بتاعتنا للصوره ايه الريفرنس بتاعتك. فواحده واحده هنقرب كده هنشوف. تمام. ماشي. فندوس كده، انا حاسس ان الاتموسفير نفسه وصل لبعضه. تمام. ممكن بس الهايلايتس الخضرا دي نقللها شويه. تمام. وممكن الالوان بقى نخش كده نزود ساتوريشن شويه عشان الالوان تباب اكتر. نخش على الكالر ميكسر، نزود يعني كلها. انتوا شايفين دلوقتي انا بعمل ايه، فانتوا فهمتوا انا. واحده واحده انا بزود الاصفر اهو هنا، احمره شويه، فده بقى هو ده.
حلو، الكاركتر نفسه لسه برضه محتاجين ان احنا نشتغل عليه، عشان كده كنا قاصينه بره. فانا هدوس اوكي. حلو، تمام. اول حاجه الكاركتر بتاعنا اهو، يعني واضحه وصريحه عندنا. الكاركتر السكين تون بتاعه مختلف، تمام. فتعالى هنجرب كده ان احنا ايه، ناخد الكاركتر بتاعنا اهو، ناخد الكاركتر بتاعنا نديله واحده كده، ماشي. حلو. انا هديله شويه كونتراست بسيط. حلو قوي. هقلل منه شويه الاحمر اللي موجود، وممكن يعني احاول اماتشه بعيني كده على الريفرنس، وفي نفس الوقت مع المناسب مع الباك جراوند بتاعتي. بس مش شرط ان هو يطلع هو هو، فاهمين قصدي؟ انت بس انت بتروح تشوف ايه انسب حاجه للصوره وتقرب ليها. طبعا الكيرف ده احنا فاهمينه صح، فاهمين ان الالوان بتتعمل فيه ازاي، ان هو مثلا الريد فوق احمر تحت سيان والكلام ده صح. فاحنا دلوقتي مرجينا الكاركتر كسكين تون في الباك جراوند اكتر، عايشناه في الباك جراوند اكتر. حلو. هبتدي ان انا دلوقتي اعمل ايه اهو، هبتدي اعمل ايه مثلا دلوقتي، ايه في هيز كده داخل من بره كده، فانا هقوم جاي معايا الكاركتر، هاجي من تحتيه هعمل كده جروب اسمه هيز، هعكس الماسك اسمه هيز. الهيز ده بيتعمل ازاي، بيبقى مثلا برشايه برشايه عاديه، ماشي. بناخد كلر معين من الباك جراوند. انتوا سامعيني عشان مفيش حد بس بيتكلم قبل ما اكمل، سامعني؟ تمام. هاخد كلر من الباك جراوند، من اللي انا اللون اللي انا عايز اعمله، تمام. وهقوم مغمق اللون بتاعه، حلو. خليه مثلا ما يبقاش قريب من الساتوريشن وما يبقاش قريب من الجرين، حاجه كده في النص، حلو. وهعمل اللاير دي سكرين، وابتدي اعمل كده، فيحصل ان في هيز عمال بيخش، اللي هو ايه، اللي هو الافكت اللي انت بتشوفه مخلي الدنيا كده ايه، فاهم، دريمي كده، فاهم، هو ده الهيز. تعمل كده، حلو. فانا ايه دخلت شويه الهيز، الهيز برضو بيبقى ليه اماكن تواجد، يعني مش هتملى، مش هنملى الصوره هيز، فاهم. فانا هقلل كده شويه، هو بيجي على البلاكات اكتر، تمام. حلو. انا هقلل كده اكتر، هاجي على الصوره مثلا من هنا، هاجي على واحده تانية، انا عايز اقوي اللون الاورنج ده، فهو مزوده كده بلاير عليها اوفرلاي. واقوم ايه، احنا شايفينه هنا كان عامل ازاي، مثلا لون اورنج شويه، اه بعمل كده، بحاول مطعم بقى الوان الاورنج دي في الصوره شويه. هاجي هنا مثلا اعمل كده، اعمل كده شويه، مقوي الاضاءه شويه، تمام ماشي. هاجي مثلا الصوره من تحت هنا، هي الاضاءه بقت احسن، ممكن برضو ان احنا نروح نحط سيكة كونتراست ورا، مش قوي برضو. الشخص ابتدى يخرج من الصورة شوية، فاحنا ممكن نعمل له برضو ايه شوية كيس، بس استنوا واحدة واحدة. هنيجي مثلا من فوق، انا مش عاجبني اللي فوق ده، نقفل شوية، نقفل كده الكيرف من هناك، وهبتدي ان انا اعمل ايه بكيرف كده من هنا، هبتدي اقفل كده شوية، ابتدي ان انا ايه احدد مصدر الاضاءة بتاعي. اجي في الجريدينت هختار ده، اللي هو من هنا ابيض ومن هنا مفيش، ليه؟ لما اعمل كده، هي لا استنى، ما اتعملتش ليه؟ ما جاش ليه؟ اهو ايه، اه ماشي، اهو تمام. ايه ده؟ استنى بس، اهو اهو ريفيرس، ماشي كده تمام، ماشي خلاص. هو الفكره بس، هو البتاع كان عنده متغير مش عارف ليه، عبد الملك بس. يعني الكمبيوتر عبده بايظ بالظبط. اي حاجه انا عملتها صح انا بتاعتي، اي حاجه بايظه دي بتاعت عبده. فانا هقفل كده، هخلي مصدر الاضاءه بتاعي هو جاي من ورا شويه، انا قفلت اهو من الجناب، تمام.
الباك جراوند محتاجة شوية كونتراست أو إضاءة من ورا عشان هي مقفولة بزيادة. خلي كده فيه هالو كده موجودة. أنا كل ده بقى بجرب، يعني ممكن في الآخر خالص الصورة ما تعجبنيش، بس هي الفكرة كلها أنت بتحقق وجهة نظر في الصورة. اتعملت في الآخر بقت حلوة، اتعملت في الآخر بقت وحشة، ده على حسب أنت عملت إيه. فاهم قصدي؟ الشادوز بتاعت الولد برضو ممكن تخش. وعلى فكرة مش عيب خالص إن أنت تبتدي تسأل، تبتدي تقول تعالى أنت كده، أنت إيه رأيك في الصورة دي؟ فاهمين قصدي؟ يعني أنا دلوقتي أهو كده أعمل كده، ههيز بس الكات اللي موجودة. تمام. ممكن برضو إيه، نخلي الولد دوت يخش أكتر في إن أنا أقفله من تحت شوية وأفيد البلاكات شوية، فيبتدي إن هو يمرج في الصورة أكتر. بالظبط. ممكن نحط شوية أزرق كده. ايه رايكم يا جماعه؟ أنتوا إيه رأيكم يا عبدو؟ بيقولوا إيه إيه رأيكم؟ يعني ممكن نقول كده إحنا شبه وصلنا لحتة. هو الواد يبقى عليه ريم لايت. هو أنا ما بحبش أرسم بصراحة، يعني ما بحبش أرسم أوي إن الموضوع ما يبقاش شكله رياليستيك، بس ليه لأ؟ يعني أنت ممكن تعمل له ريم لايت، يعني أنت ممكن نديله شوية ريم لايت كده. بص أنا ممكن أخش كده، أعمل كده فلتر. ساعات انت ممكن ترسمها وساعات ممكن اعملها كده بشويه جلو، بس لو انت مستعجل يعني من غير رسم. هاجي اعمل كده، مزود الانر، مزود الاوباستي شويه شويه صغيرين يعني، وادوس اوكي، هدوس كليك يمين عليها ونعمل كرييت لاير، فيحصل الريم اللي حصل ده كلاير، وتيجي كده تعمل له ماسك تعكسه، وتيجي هنا كده واحده واحده كده بقى ايه، تبتدي ان انت ترسم الادجات اللي انت عايزها من الاضاءه اللي ورا دي، بس كده. فاهمين قصدي؟ بس وممكن في الاخر خالص ان هو الموضوع كله لعب، يعني انت قاعد بتلعب. انا مثلا ممكن احط هنا سيلكتيف كلر. هو فين السيلكتيف كلر عندك اهو. ابتدي ان انا اشفت الدنيا بقى واحده واحده كده، ان انا اعيشها في المود اكتر. ممكن احط في البلاكات شويه سيان مثلا، افتحها شويه، خلي الدنيا كريمي اكتر. انتوا ايه رايكم؟ ممكن اديها شويه شاربن برضو في الاخر، بس انتوا قولوا لي ايه رايكم الشاربن بتاعه. يباس على طول سوفت لايت. يعني ايه كريمي؟ يعني كريمي يعني كل الالوان داخله في بعض. كل الالوان داخله في بعض، تحسيها كده، تحسها ايه، تحسها ناعمه. الدنيا ناعمه هنا كده، فاهم قصدي؟ طبعا انت ممكن تروح في الاخر خالص تقوم عامل لاير كده كيرف ومعلي شويه، وجاي هنا كده مأكد بقى ايه دوتز اند بيرن كده في الصوره، تخلي الدنيا كده، فاهم؟ اوعى. طبعا مفيش حاجه المفروض تيجي بتبقى منوره هنا، فاهم؟ قشطه قشطه. بس قبل، في القبل اهو، قبل بعد، قبل بعد. مشكلة الستاند تتحلت ازاي؟ طلع رأي الفنان من الآخر رايق جامد. ممكن موضوع تحديد الألوان من الريفرنس معتمد على إيه يعني؟ طيب أنا دلوقتي الصورة اهي، ماشي؟ تعالى كده واحدة واحدة، ماشي؟ أنا الصورة اهي والصورة اهي. أنا شفت هنا إن البلاكات اللي موجودة، طبعا جبت صورة قريبة من الصورة بتاعتي شوية، ماشي؟ حلو. طبعا مفيش مقارنة يا عثمان طبعا جامد. الأزرق شادوهات هو اللي طاغي في الصورة، فأنا رحت قربت صورة من الأزرق، ماشي؟ الدنيا هيزي ورا، الدنيا فيه هيز كده ورا، فابتديت إن أنا أحط الهيز. طبعا الهيز لو أنا مش محتاجه في الصورة ما كانش ليه لازمة، بس أنا حاسس إن الهيز كان هيفصل الصورة الولد من الباك جراوند، فالهيز حطيته. تمام. السكين تون اورنج، فهو اورنج مع ايه، مع السيان، فالدنيا كومبلمنتري مع بعض في يعني في دايره الالوان. فتمام، رحنا عملنا الاورنج مع السيان، وابتديت بقى ان انا خفيت كده، خفيت الصوره دي، وابتديت اشوف ايه الانسب لصورتي.
بس يعني ممكن الريفرنس ده في الاخر انا يعني انا الصوره دي معموله قبل كده اصلا بكلر مود تاني خالص، يعني انا دلوقتي اكتشفته معاكم الكلر مود ده. يعني الصوره فين؟ فيسبوك اهو، دخلنا على الفيسبوك مثلا. بيك ايه، بيك ايه ديت، هم منزلين البوست بتاع الصوره دي من زمان. الصوره كانت قديمه قوي يعني بص اصلا الصوره ايه. المود اصلا كان اهو، فين الصور اهي. ننزل كده بصوا، يعني فرق كبير ما بين دي ودي. دي كان بالنسبه لي انا كنت رايح ناحيه حاجه ورحت لقيت حاجه تانية. ممكن ده يبقى احسن، ممكن ده يبقى احسن، على حسب الريفرنس وعلى حسب انت شايف ايه وعلى حسب عينك هتوديك فين يعني، وعلى حسب البراند. يعني انا البراند بتاعي كان موف، فانا استخدمته عشان موف. رحنا جبنا ريفرنس تاني لونه سيان واورنج، فاهم؟ بس تسلم ايدك. عندي سؤال في حته البشره، احيانا بلاحظ مسام الوش مختلفه قوي وواضحه قوي، دي بتتعمل ازاي؟ دي بتبقى تصوير. دي لعبتي. لا دي يعني دي بتبقى تصوير اكتر، بس هي الفكره كلها يعني مثلا كنا بادئين في صوره، دلوقتي عبده ممكن يضيف لنا جزء في الموضوع ده. انا دلوقتي معايا الصوره دي ماشي، دي بتبقى طرق الشاربن. يعني انا دلوقتي الصوره دي نعتبر مثلا، تعالى نقول ان احنا ايه، فتحنا اهو الشادوز، قللنا هايلايتس، ماشي. انا معايا صوره زي دي، حلو، عايز ابين التكتشر فيها قوي، ماشي، يعني التكتشر فيها باينه اهو. هقوم جاي اعمل كنترول جي واخد صوره، وهعمل هاي باس وعلي شويه، حلو، وهعمل كنترول الت شيفت ال فيحصل اوتو كونتراست. كنترول الت شيفت ال على الهاي باس واعمله سوفت لايت. شايف المسافه اتعملت ازاي؟ فانت عملت اوفر شاربن. انا ما بحبوش ساعات بصراحه، سواء يعني في ناس كتير بتحبه. فهمت قصدي؟ انتوا دلوقتي بقيتوا شايفين ماشي كده فاهمين؟ الشعرايه بقت متحدده. في حاجه تانية عايزين تسالوا عليها قولوا لي قبل ما اقعد لا قولوا لي. تعالوا بقى عبده يخش يشرح لكم ايه عمو البرجر. اتفضل يا استاذ نجم البرودكت، معانا عبده فهمي، من الناس تقيله قوي 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 في مجال الفود والبرودكتس والتاتشنج عامه. فهو يشرح لكم بقى اكتر احسن مني البرجر ده ممكن يتحول ازاي. اتفضل يا استاذ عبده. عندكم بس اي سؤال في الصوره دي قبل ما اقوم؟ الشاشه دي 4K. اسال في الموضوع. حد عنده اي سؤال بس في البتاع دي قبل ما اقوم، او يعني في حاجه مضايقاكوا فيها؟ ممكن الكيرفز بس، دي حوارها كبير قوي. بص هو يعني هلخصها لك بسرعه وانت حاول تفهمها، بس هي حوارها كبير شويه. تمام، حلو. الكيرف عندك ده وايت، ده الهايلايت، ده الميد تون، ده الشادو، ده البلاكس. الوايت ده الابيض الصريح، فهو بيلعب مع الابيضات بس. ده الهايلايت، ده الميد تون، دي الشادوز، دي البلاكس. حلو. نفس الموضوع ده منطبق على الريد دوت. تعالى نعملها. يا ريت بيتكلم عن حاجات بتلمع الدهب ازاي احنا نجيب العميل ازاي، اهم حاجه العميل. لا العميل دي بتاعتك يا صاحبي. في ناس كل ما تبقى ماشي. شاطر في شغلك كل ما تبقى شاطر في شغلك كل ما ربنا بيرزقك، وكل ما يعني انا بالنسبه لي، انا كنت بادئ مثلا في ايه، في مطبعه من 10 سنين. الكلام ده كنت بادئ في مطبعه، كنت بشيل الورق من على الارض وبلم الزنكات. الزنكات دي بتاع كده بتتحط في المكن علشان بيطبعوا بيها. وبعد كده رحت اشتغلت في مكان كنت بعمل الكارت ب 7 جنيه. دلوقتي فدلوقتي الحمد لله مثلا اعلاناتي كلها في الشارع. بشوف كده الاعلان اوبا. سن هنبص كده، ربنا يرحمك والله. الحمد لله ماشي. طيب تعالوا نفهم الكيرف بسرعه، ماشي. هو الكيرف فيه ار جي بي، ماشي، ار جي ايه يابا، ار جي بي، اللي هي ريد جرين بلو، احمر اخضر ازرق. قصاده ايه؟ يعني ايه بقى الالوان اللي قصاده؟ هتبقى سي ام واي كي، صح؟ ادي سي ام واي من غير الكي. يبقى الريد قصاده ايه؟ سيان. الجرين قصاده ايه؟ ماجنتا. البلو قصاده ايه؟ يلو. فانا لما اجي افتح كده الكيرف، طلعنا فوق ادانا احمر، نزلنا تحت ادانا سيان. نيجي هنا على الجرين، طلعنا فوق ادانا اخضر،
نزلنا تحت ادانا ايه؟ ماجنتا. طلعنا فوق ادانا بلو، نزلنا تحت ادانا اصفر. فانا دلوقتي لو الصوره دي محتاجه شويه ازرق زياده في الشادوز، اروح اقوم جاي حاطط نقطه في الشادوز ومعلي شويه. محتاجه اخضر في الميد تون في الهايلايت، اروح اقوم حاطط نقطه كده في الهايلايت ومعلي شويه. فهمتوا قصدي؟ فهمتوا الكيرف ده بشكل سريع؟ بس حاجة مهمة برضو إن أنت ممكن تحط نقط عشان تحكم. هو النقط ان انت دي نقطه الوايتس، دي نقطه الهايلايت، ده الميد تون، ده الشادو. فانت كده بتعرف تتحكم في الشادو لوحده من غير ما يأثر على الميد تون او الهايلايت. يعني من غير النقط اللي فوق دي لما تيجي تعلي كده هتلاقيه بيعلي كله مع بعضه. لا انا لو عايز اعلم بس اعلي في الشادوز بس حته بسيطه اقوم حاطط نقطه فوق فيحصل كده، فالهايلايت هيتأثر. لا انا احط نقطه في الهايلايت فبقيت بتحكم في الحته دي بس. لا 8 بت. كده الصورة متسايبة. يعني انا بساعد جي بي جي عادي، ما تحنيكش الموضوع، ما مثلا تصعبش على نفسك. معانا عبده بقى يشرح لنا. لو ما عندكوش اي اسئله تانية المهم تكونوا مبسوطين بس. اتفضل. مساء الخير يا جماعة، إيه الأخبار؟ معاكم عبد الرحمن فهمي، ريتاتشر برضه زي ضاحي كده 10 سنين خبرة، وعملت شوية حاجات كده كتير. ممكن برضه تشوفوا شغلي في السريع. فين ده شغلي. أنا اشتغلت أنا وضاحي في حاجات كتير. يعني أنا بشغل مثلا مجوهرات، شغال منتجات مثلا، شغال في الإزاز مثلا. دي بتاعت نسلة. دي برضو دي طريقة إن أنا أسلكت كل حاجة في الصورة. أنا بصراحة بحب أشتغل كده، بحب أفصل كل حاجة لوحدها وأديها لونها وأديها تفاصيلها. طبعا ده بياخد وقت أكتر بس بيدي تفاصيل أكتر للصورة. كل حاجة واخدة حقها قوي، الإضاءة واخدة حقها قوي. كل حاجة يعني زي ما هي بالظبط، ما تأثرتش بأي عوامل تانية. يا ريت. طيب دي مثلا دي انا عملت فيها دوج اند بيرن للصبح. يعني الستاره دي كان فيها كميه مطبات وكميه خرابيش وكميه حاجات. يعني قعدت اعمل فيها دوج اند بيرن كتير جدا لحد ما طلعت ناعمه قوي. دي فيها كذا حاجه، فيها ريتاتشنج للغساله، فيها ريتاتشنج للناس، فيها ان انا بنور المكان ده زي برضو ما ضحي شرح. غمقت الحته اللي فوق، غمقت الحته اللي تحت. الفوكس الهيرو بتاعي هو الغساله. فبدي حق برضو كل حاجة. وموضوع الألوان بيفرق طبعا. أنا حاولت الناحية دي تكون وورم والناحية دي تكون كولد شوية عشان تدي هنا الإحساس بالورمنس، والأزرق ده يكون هو ده برضو الألوان البراند، اللي هي تكون حاجة سوفت شوية، حاجة هادية شوية. طبعا إيميريتس احنا اشتغلنا معاها أنا ومصطفى، برضو عملنا سيلكشن لكل حاجة لوحدها. نظفنا شوية، نظفنا هنا عند الملاية، عند السكين، عند الشعر. هم كانوا طالبين كده. عندك حاجه قبل وبعد هنا عايزين يشوفوها؟ عندي كام حاجة كده قبل وبعد. ايه دي مثلا في السكين، دي يعتبر أكترها دوج اند بيرن. غمقت هنا كان في فاتح غمقته. ظبطت شوية من شكل الوش. هنا مثلا في خد فهو طالع من هنا ونازل من هنا. هنا برضو هنا نفس فكره اللوكال دوجن بيرن. نفس فكرة اللوكال دوجن بيرن اللي مصطفى شرحها بالظبط. بس طبعا قبليها كان في كليننج ونضفت شوية حاجات من اللي هي مرحله الاستامبنج اللي احنا شلنا بيها الحبوب والحاجات دي كده. وحتى بالظبط. في الشعر فوق بصوا ركزوا في الشعر هتلاقيه شايل كل حاجه عينيك ممكن تروح لها، وابتدى ان هو يحدد او يبرز التشريح بتاع الوش ده بنفس فكره اللوكال دوجن بيرن. اوكي. هنا برضو نفس الحاجة، عملت كليننج وعملت ريتاتشنج للسكين. ده البرجر. ده برجر انا نضفت شوية. ممكن اوريكم حاجة. ده مثلا
الصورة دي أنا فصلتها طبعًا لوحدها، وبعد كده هنا كان في زي تفاصيل قعدت ألعب بالcurves إن هي تنزل وتطلع في الأماكن دي. يعني ارجع ده قبل ده قبل وده بعد. ده بعد. هو هنا مثلا تحت هو بيبيع الازازه ماشي، فهو وظيفته هنا ان هو يوضح الايدجات بتاعت الازازه، فهو قاعد يرسم في الازازه حته حته بالاضاءات عشان يوصل الموضوع ده ازاي؟ اشرح له بقى فكره ان انت ترسم الموضوع ازاي. طيب أنا رسمت إزاي، أنا شُفت الأول الحتّة دي عاملة إزاي، نازلة إزاي وطالعة إزاي، وهو كان مصوّر بكذا إضاءة، فأنا خدت الإضاءات اللي هو واخدها حاولت أستخدمها في الصورة، كان في حاجات فاتحة وحاجات غامقة. الحتّة اللي تحت دي كررتها بصراحة لتحت عشان ما تبقاش يعني هنا في مَيّة وفي reflections وفي حاجات شكلها مش حلو، فحاولت إن أنا أكررها. الحتّة دي بصراحة رسمتها، حاولت أشوف الشكل نفسه عامل إزاي، المطبات اللي هنا دي عاملة إزاي كده. هو كل اللي عمله ان هو جاب لاير كده ببرشايه وابتدى يرسم. بالضبط. الحتّة اللي فوق دي برضه الحتّة اللي فوق دي أنا حاولت أركّب مَيّة، جبتها من على النت بصراحة، الحتّة دي بس وفصلتها من إن أنا شِلت الحاجات اللي موجودة من فوق دي، بس وبقى ده شكلها. هنا مثلًا ده شغل architecture أو شغل interior في يعني أماكن وكده. دي برضه نفس الكلام. هو الموضوع كله وقف كده ثانيه، وقف من هنا. هو الموضوع يعني مثلا شمال، هو السيت اب نفسه هو ما كانش موجود. تمام، حلو، روح ارجع تاني خليها قبل. ماشي، هو ما كانش موجود السيت اب، فهو وظيفته هنا ان هو راح جاب صوره تانية وركبها في الباك جراوند مش وعمل لها هي نفس الصورة، بس كانت عملتها بصراحة بالAI. هي دي نفس الفكره، كل واحد بيبقى ليه طريقته. بالضبط. فهو ابتدى يكمل الباك جراوند فوق. كملتها ازاي انا مش مهتم، انا بالنسبه لي ان الصوره في الاخر بقت عامله ازاي، نظيفه. تمام. إحنا عندنا أنا مثلًا باعمل مجوهرات، دي عزة فهمي. دي مثلًا ممكن أقول لكم على حاجات تانية ثانية واحدة. ده شغل 3D ما لناش دعوة بيه. أنا لسه باتعلم يعني 3D الفترة دي. طيب خلّينا كده ندخل نشوف الساندوتش ده بيقول إيه والّا بيعمل إيه والّا ممكن نضبّطه إزاي إن هو يكون على الأقل يعني نوعًا ما يعني نفهم بس فكرة العيش وفكرة الحاجات دي بتتضبّط إزاي. ثانية واحدة. إن في ناس محتاجة البيهانس بتاعي. ده مصطفى وده الaccount بتاعي. ده الaccount بتاعي عبد الرحمن فهمي، كنت اكتبه فوق برضه عبده فهمي، أو ممكن تدخلوا من على الإنستجرام على طول، أو ممكن برضه تعملوا لي follow أو البيهانس هنا. ما تنساش سؤال يا فنان بتاع الإي-كوميرس. طيب بالنسبة للإي-كوميرس أنت بتسأل على إيه بالضبط؟ يعني حاول توضح لي أنت محتاج تعرف إيه بالضبط عن الإي-كوميرس، عايز تنضّف الخلفية إزاي، عايز يعني قُل لي وضّح لي سؤالك أكتر. طيب فين الصورة؟ طيب خلّينا ناخد الصورة دي، أنا عارف إن هي طبعًا صورة وحشة جدًا، بس أنا هاقول لكم كام حاجة تعملوها، منها طبعًا مصطفى شرح كام حاجة كام نقطة فيهم. طيب أنا أول حاجة باعملها قبل ما أبدأ أي صورة، هي نفس الخطوات اللي مصطفى عملها، بس أنا باعملها بsteps معيّنة بتكون يعني أسهل إن أنت تعرف توصل لها. فبادوس على retouch الsetup دي، بيعمل لي كل الخطوات اللي مصطفى شرحها، في منها group cleaning وفي منها group dodge and burn، وفي منها group color fix، وفي منها group help layer أو مصطفى كان عاملها إن هي تكون black and white، وبازود thin grain عشان لو في مثلًا حاجة يعني بُصّوا من غيرها هتبقى سايحة شوية، هو بيزود grain عشان ده بيساعد في الdodge and burn. طبعًا في النُص ممكن أعمل curve وأقلله شوية عشان أبين التفاصيل. إحنا مش محتاجين ده دلوقتي. بس في الcleaning مثلًا أنا هابدأ أعمل برضه بنفس الطريقة، هاجيب الhealing brush
آجي عند الأماكن دي وأمشي كده. تمام، أنا مش هاشرح نفس الحاجات اللي مصطفى شرحها، بس أنا هادخل لكم في حاجة مهمة أوي، هي موضوع الdecoupage. أنا أول حاجة هاكبّر الصورة شوية، بحيث إن أنا أعرف أتعامل براحتي، يكون الbackground لونها أبيض. قلنا ناخد تمام، أنا هاعمل دي merge وهنخلّيها smart object عشان أعرف أرجع لها في أي وقت. تمام، أدوس filter liquify. أنا عندي هنا كام حاجة كده ممكن نتكلم عليها، دي بتحرّك بتتحرّك، يعني مش بتعمل أي حاجة غير إن هي بتحرّك، بتزُق كده الحاجة يمين وشمال. طبعًا هنا ممكن تضبّط بالpressure، ممكن تقلل الpressure دي بحيث إن هي أمّا بتزُق تزُق بالراحة شوية، ممكن تعلّيها. أنا ما انصحش إن أنت تعلّيها تبوّظ أوي. أنا هامشي خطوات بسيطة وأمشي يعني steps بسيطة أوي عشان الحاجة تكون شكلها حلو. في برضه حاجة تانية، دي بتلِف الساندوتش، يعني مثلًا أو أي حاجة، أنت لو دوست لوحدك هو بيلِف. فأنا مثلًا شايف إن الصورة دي الحتّة دي نازلة شوية، فأنا ممكن أدوس Alt وأدوس، هو هيعمل الناحية التانية. هنا برضه نفس الحاجة، ده كده بيلِف الصورة شوية. دي بتصغّر، لو دوست يمين وشمال بتصغّر، ودي بتكبّر. إحنا هنستخدم التكبيرة دي، بس إحنا محتاجين الأول نضبّط شكل الساندوتش إن هو يكون شكله مضبوط. أنا باشتغل على أساس إيه، أنا باشتغل على أساس إن في صور طبعًا باكون باتفرّج عليها بقى لي كتير أوي، وباشوف ساندوتشات على النت، أو حاجات مثلًا ليها علاقة بالبرجر أو كده. أنا بصراحة باتفرّج على حاجات international شوية عشان هُم بيكون ليهم طريقة في عرض الحاجات أحسن. والتغذية البصرية طبعًا مهمة جدًا زي ما ريان بيقول، بالضبط. فأنا مثلًا بابدأ واحدة واحدة كده أصغّر وأكبّر الأماكن دي. أنا باكبّر الساندوتش من فوق، باحاول أخلّي الشكل ده نفس الشكل الناحية التانية. تمام، بعد كده باخد من النُص من هنا وأسحب لجوّه، عشان بس يخلّي اللي جوّه ده على الأقل قريّب للي فوق. باصغّر وأكبّر على أساس إن أنا مش باقرّب وباعمل، لأ، أنا بابعد من بعيد وباكبّر الbrush باشتغل من بعيد. تمام، دي مثلًا شكل البرجر أهو. خلّيني بس أخلّص على طول وهارُد عليكم كلّكم. تمام، أنا باصغّر يعني حاجة بسيطة أوي، ممكن بس أزوّد الpressure حاجة بسيطة أوي، بحيث إن أنا أبقى أسرع شوية. تمام، يعني بُصّوا كده قبل وبعد مبدئيًا، الدنيا بدأت تضبط حاجة بسيطة. طيب أنا هاخد الtool اللي بتكبّر، أنا لو دوست هيفضل يكبّر، فأنا مش هادوس بس، أنا هادوس تَكّة صغيّرة وأسحب يمين، بس هاسحب بسرعة أوي. بُصّوا أمّا باسحب يمين، شمال، أصغّر الbrush وهنا نفس الكلام. أنا بادوس وأسحب، أدوس وأسحب، بدأ يكبر معايا واحدة واحدة. طبعًا ما تزوّدوش أوي عشان الموضوع ما يبقاش مبهوأ يعني. أنا بانزل بدي شوية، بابدأ باقعد أضبّط. طبعًا الساندوتش ده يعني بايظ تمامًا، بس أكيد أنتم الشغل بتاعكم هيبقى أحسن من كده. بس أنا باقول لكم الطريقة إن أنا باصغّر الbrush وبامشي سِنّة، سِنّة، بحيث إن هو يعني ياخد شكل الساندوتش الطبيعي.
ايوه عبده حلاق، عايز ارفع الجنبين. طبعا مصطفى اتفضل كمل. بيتريق على جهاز الفويس. طيب خلينا كده نشوف قبل وبعد. احنا كبرنا وصغرنا، يعني على الاقل ان البرجر كان الحاجه نفسها باينه شويه، الصوص يعتبر باين، البيكل يعتبر باين شويه. دي ممكن نظبطها شويه، ممكن نظبط الجبنه شويه، ممكن ننزل دي لتحت، يعني نسحبها لتحت. خليها جبنه سايحه. بالظبط، ننزلها لتحت كده شويه. بص عيش، انت هنا بتلعب، انت مش وراك حاجه. انا ورايا. طيب خلينا نرد على الاسئله. آه... كمل بس نرد في الاسئله في الاخر عشان الناس اللي مهتمه بالبرنامج. طيب تمام. انا اللي بعمله بعد كده بعد التنظيف وبعد الليكوفاي بصراحه بعمله اخر حاجه. بس الخطوات اللي انا بمشي عليها في السندوتشات او البرجر او كده، ان انا بدي لكل حاجه لونها. فانا هجيب السلكتيف كولر، واجي عند الاحمر، واغمق، اشوف كده ايه اللي هيحصل. اما البلاكس بدات تغمق شويه، هفتح الاحمر او اللي هو عكس السيان. احنا الناس بس حد كده خلاص عايزين نخلص ده على طول ونقفل، او نخلص بسرعه، ولا انتوا الدنيا تمام فايقين ولا ايه الدنيا؟ احنا ممكن نقعد للصبح عادي. لا مش قوي كده، انا عايز امشي. لا تمام. الناس مبسوطه يعني. حلو قوي. لا انا معاكم ساعه كمان. هو مصطفى عندي، هو مش في بيته، انا اللي في بيتي. آه، تمام. دي مثلا فتحت الاحمر شويه وغمقت من هنا شويه، ممكن برضو تلعب في النيوترالز، تغمق سنه بسيطه وتفتح الاحمر وتزود سنه اخضر. الاخضر اللي هو عكس الماجنتا، كده ماجنتا كده اخضر. انا هفتح حاجه بسيطه قوي بس اشوف كده قبل وبعد. بدا البرجر ياخد لون شويه. ممكن نزوم اكتر أكيد. انا عايز اكل. أنا شفت ان يعني ريان جاع من كتر ان احنا ظبطنا البرجر. تمام، انا هبدا كده امشي على الاماكن دي. تمام. العيش نفس الموضوع، هاجي عند الاصفر واغمق شويه من هنا وافتح الاحمر. ممكن اديها سنه اصفر، بس انا اهم حاجه اغمق البلاكس. بس واجيب اعمل انفيرت وامشي من هنا كده. في حاجه برضو ممكن اقول لكم عليها، هتفرق يعني لو انتوا عايزين تعملوها. ان بيكون في زي تشويحه كده او زي جريل ماركس موجوده على البرجر. احنا ممكن نظبطها برضو، ان احنا نعمل هنا هيو ساتوريشن ونخليها كلارايز، ونجيب مثلا لون، مثلا ممكن يكون اورنج او اصفر او كده، ونغمقه شويه ونخليه مالتبلاي. فهو خلى الحاجه كلها غامقه. ممكن نغمق اكتر ونعمل له انفيرت. دي محتاجه شويه رسم، حاجه بسيطه قوي، بس يعني هقول لكم الطريقه. بس الفلو خليه 10. اوكي. اجي من هنا، امشي حاجه بسيطه وانزل. ابدا انزل واحده واحده. هنا مثلا من عند القطعات شويه، اكبر برش وهكذا. هنا مثلا وهكذا. طبعا انت ممكن تديها لون تاني، انت خلاص معاك اللاير اللي ممكن تظبط عليه. ممكن تفتح، تغمق، تغير اللون، تزود اللون، اي حاجه. ممكن تخلي البرجر نفسه اغمق، يعني انا ممكن اعمل ده دوبليكيت، اشيل اللاير خالص وامشي كده عليه عشان اغمق البرجر نفسه كله.
ممكن اعمل سيلكت للبرجر نفسه مثلا كده، ده كوك سيلكشن الاداه دي. انا كده عملت سيلكشن للساندوتش، اعمل نيو لاير، خلي اللاير ده في جروب، وخلي الجروب ده في ماسك اللي انا لسه عامله. بس ممكن ادي مثلا فيزر حاجه بسيطه قوي، مثلا 1، واعمل ادوس على الزرار بتاع الماسك، اجي من هنا مثلا واعمل كيرف، اعلي شويه، ممكن نعكس، نديها مثلا سنة هايلايت من هنا، هايلايت من هنا، نفس الكلام هنا. ممكن نعمل كمان كيرف ونغمق، بس انا بفضل بلندنج مود لوميناسيتي. اللوميناسيتي دي بتخلي ان انت تغمق وتفتح من غير ما تغير اللون. يعني بص الفرق ما بين النورمال واللوميناسيتي، انت بتغمق بس من غير ما تأثر في اللون. بس واكبر البراش قوي كده، ممكن نغمق من فوق. ممكن برضو ندي هنا لساعات، لو انت عايز، لو انت بتسأل على التغميق وعايز تفتح، فاحنا ممكن نعمل هنا كيرف ونفتح قوي ده كده، ونخليه برضو لوميناسيتي، ما تأثرش باللون، لا خليه نورمال. ممكن نخليه سكرين برضو. اوكي، نمشي كده على الاماكن دي، بس هنقلل قوي الفلو. نبدأ ايه، ندي كده لساعات من هنا، بس خليك يعني حاجة بسيطة قوي، ما تزودش عشان ما يبقاش الموضوع شكله فيك شوية. طبعا السندوتش ده ما فيهوش اي ملامح من الاضاءة او من الجوس او يعني زي ايه عصارة بتاعته او كده، فاحنا بنحاول نرتجل من نفسنا ونعمل شكل برجر شكله مقبول يعني شوية. نفس الكلام عند احنا جايبين صورة من على النت عشان ما لقيناش صورة. بس احنا كل الكلاينتس بتوعنا ما ينفعش طبعا ان احنا نستعمل الصور بتاعتهم عشان بيكون صور مطاعم كبيره او كده، فاحنا بنحاول نفهمكم الطريقه بتتعمل ازاي، و تحاولوا تطبقوها على صوركم. اوكي، فتعالى كده نشوف قبل وبعد. الله، لا 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 لا. يعني هو في فرق كبير، بس هو السندوتش نفسه هو مش مستحمل، يعني احنا حاولنا نعمله سندوتش. فخلينا كده نرد على اسئله. شكرا شكرا شكرا. طب عبده ساعات بشوف العيش بيكون مكسر وبعد الشغل بحس ان حط نفاخ نفخ العيش، فاهم قصدي؟ طيب بالنسبه للتكسير، انت ممكن تظبطه بالكليننج اللي مصطفى شرحه، ان انت ممكن تجيب هنا الهيلينج براش مثلا، تعمل لاير جديد وتبدا تمسح الاماكن دي او تظبط الاماكن دي. ده كده بالنسبه للتكسير. آه بالنسبه لشكل العيش نفسه، انا محتاج تتفرج كتير قوي على صور برجر، يعني او مثلا تجيب ريفرنس. يعني انا مثلا ويمبي في الصوره دي العيش مثلا كان شكله مختلف، الالوان شكلها مختلف. حاولنا نكبر الفراخ شويه، حاولنا ندي كل حاجه لونها. مثلا ممكن تكتب على بنترست او على بيهانس او اي حاجه مثلا، يعني ممكن خلينا كده ندور. دي مثلا الصوره دي، يعني هنا مثلا نضفت العيش شويه، اديت للبرجر لونه، اديت للبيكلز لونها، والصوص لونه، والجبنه لونها، اديت لكل حاجه لونها. وبالنسبه للحاجات الاضاءات اللي موجوده هنا دي كانت موجوده، بس يا دوب لمعتها شويه او نضفتها شويه. في هنا اضاءات مثلا ممكن اكون زودتها، الاضاءه دي. هنا نفس الكلام، زودت يعني اديت لكل حاجه شكلها بحيث ان هي تبقى شكلها مظبوط قوي. العيش نفس الكلام في التفاصيل بتاعته. راعيت قوي حته الفريكونسي سيبريشن دي، ان انا بصراحه بعلي الرقم شويه عن 7، بحيث ان انا اتارجت بس الالوان، مش التكستشر.
التكشر لو ساح زياده عن اللزوم ممكن ازود له نويز. اقول لكم برضو على طريقه حلوه. خلينا كده نعمل فريكونسي سيبريشن سريعا. اقول لكم بعمل ايه بالظبط. مثلا انا برجع الصوره شويه فاشوفها من بعيد عامله ازاي. بضرب الرقم في 2 يعني بخليه 13. خليه 13 مثلا وبهدي بشوف الموضوع عامل ازاي. هنا الالوان سايحه في بعض. انا تمام بالنسبه لي ما عنديش مشكله. بس مش هقلل الرقم بحيث ان انا اشوف التفاصيل. لا انا مش عايز اشوف التفاصيل. عايز الرقم يكون زياده عن اللزوم. بحيث ان انا يعني تخيلوا الصوره دي هي اللي هتسيح. تخيلوا ان الالوان دي هي اللي هتدخل في بعض. فانا مش عايز اشوف اي تفاصيل خالص. ده عكس السكين. بالظبط السكين بتحافظ على التفاصيل. وبرده في السكين انا بشتغل بالطريقه دي بحيث ان هو يكون انا عايز اوحد اللون بس التفاصيل سايبها لوحدها. تمام اخلي دي فلو مثلا. اوكي ايه. الاسود دوس على البرش، دوس على دي لا بس كده. تمام. تمام. هو بيعمل ايه. هو بيخلي انا على عكس مصطفى شويه. هو مصطفى بيشتغل على نفس اللاير. انا بدوبليكيت اللاير عشان لو حبيت ارجع في اي وقت يكون عندي مساحه ان انا ممكن اشيل ممكن ازود ممكن دوبليكيت اعمل لاير جديده وهكذا. نفس الكلام برضو في الهاي لاير. لو انا هشتغل على تفاصيل او تكستشر انا بدوبليكيت اللاير او بخليه من هنا مثلا. بدوبليكيت وبعد كده بعمل له كليب بدوس الت. اعمل له كليبنج وبخلي اللاير ده اللي فوق اللي هعمل له التفاصيل يكون نورمال. مش هحس باي فرق. انا كده شغال صح. هرجع تاني للكالرز. هبدا اسيح بحيث ان هو برضو على نفس الخطوط. انا بدخل اهو بمشي كده. ماشي. اللاير الفاضي اللي في النص ده انت ممكن بس تستخدم ان انت تضيف لون، توحد لون، يعني مثلا يعني ايه؟ يعني مثلا انا عايز اخد مثلا درجه من هنا. من الفواتح دي ويحطها على الغوامق مثلا، يعني مثلا اخد الدرجه دي. اللي هو بالبرش عادي. طب هقول لك حاجه احسن. انا عايز اخد الدرجه دي اخليها من تحت. بس انا لو عملتها زياده التفاصيل كلها هتروح. يعني اللي هو الايدج الابيض ده، بالظبط. يبقى لونه نفس اللون بتاع العيش. فانا فتيجي على اللاير بتاع اللي في النص ده وتدهن بيه في النص بحيث ان التكتشر تبقى فوق، فياخد نفس التكتشر بتاعت العيش بس بياخد لون. يعني فاهم قصدي؟ بس هو في الطبيعي ان هو بيكون فاتح. خد بالك انت بس ممكن تديله لون خفيف قوي. ده بس بيقول لك بس لازمه اللاير دي ايه. بالظبط هو نفس اللاير ده بس انت مش تحتيك حاجه غير بس اللاير الاساسي. انت ممكن تزود عليه لو انت عايز تزود براش او حاجه. ممكن تعمل الحركه دي. ده بيساعدنا قوي في الميكسر براش. بحيث ان انت في الميكسر براش في يا اما نفس اللاير يا اما سامبل اول لاير. انت لو دوست هنا وانت جوه اللايرز دي طبعا زي ما مصطفى قال مش هينفع هتبوظ الصوره. فالاحسن ان انت لو انت عايز تعمل كده لو انت عايز تعمل على اللاير ده انت بتقفل ده وبتشتغل على التفاصيل من غير تكستشر. يعني بتشتغل على الالوان بس. اوكي. آه... طب بالنسبه للصور بتاعت الاي كوميرس لو عايز تخلص، هو انت ما عندكش طرق غير ان انت مثلا انت لو عندك عدد صور كبير قوي نزل ريتاتش فور مي بصراحه. على حسب انت عايز تعمل ايه. انت عايز تخلص جزء كبير في وقت سريع. وعايز اخلص صور كتير قوي في وقت قليل. ماشي ممكن هقول لك على طريقه حلوه. انا بصراحه بشتغل على كابتشر وان. انا ما بشتغلش بلايت روم. هو ما عنديش على الكمبيوتر ده بس انا بشتغل على كابتشر وان. كابتشر وان انت ممكن تسلكت تقريبا موجود على اللايت روم. ممكن تسلكت مثلا الباك جراوند في الصوره وتكررها في صوره تانية. ممكن تعمل شويه ادجستمنت موجوده على حاجه معينه مثلا زي اللبس او زي المنتج مثلا تفتحه شويه تزود الشادوز بتاعته لا لا، وهكذا. هو عايز ريتاتش بسرعه. عايز ريتاتش. لا الريتاتش للاسف يعني ما فيهوش شورت كاتس قوي. في طرق طبعا بتسهل عليك بس ان انت تطلع نتائج كويسه دي محتاجه شغل شويه. آه، ماسكات بالظبط. ماسكات من لايت روم. ده فاروق. ده فاروق. ازيك يا فاروق. آه، مين مش صور منتجات. انت صور المنتجات خليني كده اقول لك. وبالذات في انتوا فهمتوا اللي عملناه في الصوره دي. انا عملت اهو فريكونسي سيبريشن. باخد
من عند الهاي لاير ده بجيب كلون ستامب وبمشي كده، بمشي بشيل التفاصيل دي. ما عندوش مشاعر ايه مع عبده سنجل، فبالنسبه له الشغلانه حلوه قوي. تمام. الريتاتش ده عايز واحد بالظبط كده. آه طيب انا عايز اقول لكم على حاجه بالنسبه لصور ال2 دي. انا بس اشوف لو مصطفى نزل الصوره دي اللي هو ايه؟ بتاعت المنتج منتجين. دي ولا ايه؟ طيب ادينا كده صورة زي دي مثلا، انت حاسس ان هي ما فيهاش اضاءة كفاية او مش متوضحة كفاية او كده، انا زي ما هي، انا مش هغير فيها اي حاجة في الكاميرا رو. انا هاجي مثلا اسلكت المنتج ده، وكل اللي انا هعمله ان انا هعمل لاير جديد واشوف الاضاءة جاية منين. يعني هنا في لسعة اضاءة وتحتيها في برضو سنة اضاءة، فانا ممكن اعمل حاجة لطيفة قوي. ممكن اجيب جرادينت ماب او جرادينت عادية، واجي عند الاوبشن ده ان هو بيسحب من النص بس بيسيب اليمين والشمال، اللي هو قبل الاخير. اللي هو قبل الاخير بالظبط. وباجي عند الابيض وبدوس شيفت وبسحب من هنا ليمين، بسحب من مش هنا شايفين ليمين. النقطة. تمام اهي النقطه اهي. تمام. الاقيه ايه؟ ينور. لو صغرت السحبه هيعملها خط صغير، فانا مثلا ممكن اقلل شويه الاوباستي واعمل ادوس شيفت برضو اهم حاجه، وادوس سحبه كده وسحبه تانية صغيره هتديني اللسعه هنا موجوده هنا. تمام. افضل اسحب كده حاجه بسيطه قوي، وهنا ممكن برضو اسحب حاجه بسيطه قوي، بس طبعا هي مش متظبطه، فاحنا نعمل له انفرت. نيجي عند المنطقه دي مثلا تلاقيها ايه؟ فتحت شويه. هنا نفس الكلام. تمام. بالنسبه للغمقان ممكن برضو تعملها ان انت ريبليكيت، ويا اما تغمقها من هنا، مش اوتر جلو، انر شادو. ممكن تغمق من هنا شويه ده برضو لو انت مستعجل. اوباسيتي تديها لون قريب قوي للشادوز. هنا مثلا اغمق شويه. انت لو عايز تقفل الهايلايتس، سوري، هنا مثلا دي نفس الفكرة، يعني انتوا ممكن لو انتوا الترتيب بتاع الحاجة اللي هو عملها دلوقتي دي، شوف الافكت ده اتعمل ازاي وفكر انت ممكن تعمله ازاي. مش شرط نفس التكنيك اللي خده عبده. فكر انا مثلا لو محتاج اقفل من تحت، بدل ما اعمل كل ده ممكن اعمل برايتنس من تحت، ممكن اعمل كيرف، كل واحد ليه طريقته. بالظبط. دي تركيز سريعه كده على ان انت ممكن تنور اماكن اجزاء من الصور ازاي. يعني انا ممكن اخد الحته دي كده من هنا واشيلها من هنا، اشيل الحته دي هتبقى في خبطه كده موجوده هنا. بس ده لو مثلا الازازه فيها خبطه من بالظبط. يعني دي كلها طرق بحيث ان انت تطلع المنتج بشكل حلو. طبعا احنا بنشتغل برضو بطريقه نون ديستركتيف، ان انت لو عايز تقلل، تغير لون، تظبط اللي انت عايزه، الموضوع يكون سهل. تعالى بقى ندور على حاجه فيها على النت كده، حاجه فيها جولري، اي حاجه فيها مجوهرات، وريهم ازاي بتتسيح، ونشوف الاسئله بالميكسر عادي. اه. طيب انا الصوره دي انا كنت عاملها من زمان. بالنسبه للمجوهرات والناس اللي بتسال على المجوهرات، هو في طريقتين للمجوهرات عشان بس الموضوع يكون واضح. في طريقه ان انت بترسم البيس، ترسم ببراش 2 بيكسلز، حرفيا 2 بيكسلز. يعني مثلا كده براش اهو، ده يكون 2 بيكسلز، وتبدا تاخد
بتقرب للدرجه دي فعلا، تاخد مثلا حاجه غامقه، لون غامق كده مثلا مغمق، تبدا تمشي على الايدج، خليها مثلا ايه، فلو 40 اوباسيتي 60 مثلا. خلينا، هو ما بيعملش حاجه دي. عشان اعمل على ماسك. اوكي تمام. ناخد ايه ونبدا نرسم الحته دي مثلا عشان نظبط الشكل. يعني مثلا لو عايز اعمل الحته دي، انا بكبر شويه، باخد لون من هنا. يعني اعتبر ان الحته دي مجوهرات بالظبط. او اي حاجه بترفلكت. بالظبط، انا هاخد الحته دي واسحب من هنا، واخد من الحته دي واسحب من هنا، بس هقلل شويه الاوباسيتي، ان انا مثلا عايز اشيل الحته دي كلها. لو نعتبر ان دي حته مثلا حته فيها ريفليكشن او حاجه كده، هو بالطريقه دي هو بيشيل الريفليكشن. بالظبط، وبكبر بقى خالص. انا عايز اغير بس البرش، البرش عادي خالص. بنسحب من هنا، نقلل شويه برضو الفلو. هو عباره عن كله ان هو بيبلند اللونين مع بعض. بالظبط، بس طبعا في المجوهرات بيكون في تفاصيل اكتر من كده. فانت مثلا لو عايز تخلي الحاجه دي كانها زي، يعني باخد اللون ده مثلا اصغر، خليه 2 بيكسل، وبيرسم ايدج اضاءه كده مثلا. تمام. وغمقها ازاي؟ اخد لون غامق، امشي على الحته دي. دي معتمده بقى اكتر ان انت بتكون بتعرف ترسم شويه وبتتخيل الموضوع. بالظبط. الثانيه الطريقه دي بتاخد وقت، بس بتطلع برضو نتائج حلوه قوي، تحس ان هي يعني 3D او حقيقيه او كده. الريفليكشنز دي كلها برضو مرسومه، كل حاجه معموله حرفيا انت بترسمها. في طريقه تانية بقى، اغلب الهنود والناس بتشتغل عليها. خلينا كده نرد. يقول لك بيفصلوا الكاتب. ثانية، احنا قصدي تكنيك على حاجة تانية، ريتاتش المعادن، حاجة بتلمع. تمام. في طريقة تانية الروس والأوكران والهنود بيشتغلوا بيها، إن هو بيكون مسيف عنده الحاجات اللي جوه دي. هو بيكون اشتغل مثلا على كذا صورة قبل كده، وبيسيف عنده المنطقة السوداء دي اللي هو خلاص عملها قبل كده، فبياخدها يسلكت الحتة اللي جوه دي كلها، ويريبليس عليها المنطقة اللي جوه دي. يعني ده الرد على السؤال بتاع ان هم بيشوفوا ان هو بيقص الخواتم كلها كل حته لوحدها، انه ممكن يروح ياخد حتت من خواتم تانية بالظبط. ويركبها على الخاتم بتاعه. يعني مش يعني هو بيعملهم مره واحده، بالظبط. بيعمل اكنها باكج كده عباره عن ريفليكشنز كتير، ويقعد بقى يحطها حته حته. بالظبط، الحتة دي مثلا ممكن ياخد الحتة اللي جوه دي كلها، ويعمل لها مثلا بجرادينت، او يعملها بحاجة تكون هي بس شكلها كده. الفكرة بقى، المشكلة ان هو المجوهرات اصلا ما بتكونش شكلها بيرفكت كده. فمثلا الاطراف والايدجات الموجوده هنا دي، انت بتضطر ترسمها او تضطر تسيحها. فهم بيستخدموا ايه؟ هم بيستخدموا ميكسر براش. خلينا مثلا نجرب كده ميكسر براش. اهي ميكسر براش برضو كله 100، ودي ممكن نقللها نزودها شويه. تمام. وبيعملوا ايه؟ مثلا الحته دي ياخدوا مثلا الحته دي، انا عايز اخليها حته واحده، فهعمل طالع نازل. خليها اول لاير، واعمل لاير جديد، ابدا ايه، اخد حته حته من هنا مثلا واسيح. طبعا مش باخد الغامق. هنا مثلا ناخد كده، بعد كده بخلي البراش سوفت شويه، وبعمل يمين شمال يمين شمال عشان ادخل الاثنين دول في بعض. اكنك بتعمل اكنها في حته مثلا البنات اثرا ما يختاروا هيفهموا حته المكياج، ان انت بتحط الحاجه الاول بعد كده بتبلند. بس كده. دي حاجه ترجع لمصطفى. ماليش دعوه، انا بشرح بس. والله. تمام. باخد المنطقه من هنا مثلا، برضو باخد من الغامق وبنزل بيه. ما ينفعش اخد من هنا وادخله لجوه. اوكي. هنا مثلا نفس الحاجه، فخليت شكل الحاجه دي مظبوط اكتر. يعني بصوا كده، سيحت الحته دي، اللمعه ما راحتش، السيرفس نفسه ما بقاش مجعد شويه، او ما بقاش فيه التفاصيل دي. وده بقى بينطبق على حاجات كتير قوي. يعني هنا مثلا عشان في تفاصيل، ممكن برضو اعمل لكم بنفس الطريقه. باخد يمين وشمال. مش لاقي لكم حاجه هنا قوي.
الحته دي مثلا ممكن لو عايزين يعملوها نصغر البراش قوي، وبعد كده ناخد الحته دي نسحب بيها، وناخد من الناحيه التانية نسحب من الناحيه التانية. ده لو عايز تقفل ايدج. هنا لو عايز تخلي الايدج شارب شويه بتخليه كده. ففي كذا طريقه ان انت توصل للنتيجه اللي انت عايزها، بس اهم حاجه ان انت تتمرن كتير قوي، تتفرج على صور مجوهرات، تصور على صور الحاجه اللي انت عايز تعملها، سواء فود سواء مجوهرات. الموضوع عايز صبر اكتر بالظبط. لو حد عنده اي سؤال يقول. ينفع ترد على السؤال ده؟ ممكن رينج سالاريز ريسيرشرز. والله على حسب كل واحد، وعلى حسب على حسب الشغل عموما. على حسب المكان وعلى حسب الشخص وعلى حسب خبرتك، فهي ملهاش رينج يعني. اكنك زي سينيور جرافيك ديزاينر بالظبط، هو نفس الرنجات. الصور بتبقى بلور، بتدخل الكوفاي ساعتها بحيث ان احنا بنعمل اعدادات معينه. بالنسبه للكوفاي، لو انت اقول لك بالظبط سؤالك. طيب انا دلوقتي عملت اهو الكوفاي وصغرت البرش وعملت كده. لو عملت كده هو بيقلل هنا من الكواليتي، بس انا لو رجعت شويه بالصوره وعملتها اكبر شويه هو برضه بيفقد جزء من الكواليتي، بس مش زي وانت بتعملها على صغير. على اقرب كده بص هتلاقي فيه تفاصيل برضه. عايز برضه تعالج كل ده، انا بعد ما بخلص خالص انا باجي اعمل لاير جديد، بخليه سوفت لايت او اوفرلاي، بخليه 50% جراي. اوكي. بعد كده باجي عند فلتر نويز، اد نويز، بزود نويز مثلا قول 5، واعمل بلور قول مثلا 0.2 0.3، حاجه بسيطه قوي، او ممكن من غير حتى من غير بلور. ده بيرجع كل التفاصيل اللي احنا آه يعني شلناها، او لو احنا غصب عننا مثلا مسكناها او كده. في تراك معين اتدرب عليه، حاجات معينه امشي عليها. بص انت محتاج توضح لي دلوقتي انت محتاج تمشي في انهي طريق، عشان اقول لك انت محتاج تتعلم ايه الاول قبل ما توصل للطريق اللي انت عايز توصل له ده. عشان مثلا المجوهرات انت محتاج تتعلم ازاي تسيح، ازاي تفهم الاضاءه، ازاي تفهم الماتيريال نفسها. الوان الوان الذهب مثلا مختلفه عن الوان حاجات تانية، ليها درجات معينه. العربيات مثلا شغلها قريب من المجوهرات، الثلاجات والغسالات والحاجات اللي هي الكبيره دي شغلها قريب قوي من المجوهرات، ليها علاقه بالتركيب ويعني مش تركيب، التسييح شويه، ان انت تسيح الحاجه وتديها تفاصيلها، تعرف تدي الفاتح والغامق منين، تعرف تدي اضاءه زي امتى، تعرف تقفل المكان ده امتى. وخدوا بالكم ان الشادو مهم قوي. يعني الشادو الاسود، يعني انت لو هنا مثلا بصيت على الصوره، جيت مثلا جبنا لون اسود عملناها كده، ثانيه واحده. لو زي ما اتكلمنا ان كل حاجه مثلا زي المناخير، لما تعرف منين ان واحد مناخيره كبيره في الصوره، لما الاضاءه بتقع عليه كتير ويبقى الشادو الناحيه الثانيه بس. مثلا الاسود ده تمام، انا عايز اسيح الاسود ده. الاسود ده ساعات في المجوهرات بيبقى مطلوب، ان انت تبين الاسود الفاتح والغامق، الاسود والابيض ده ان انت تبينه، ده بيكون مطلوب. ف يعني دي مثلا ممكن تبين حاجه معينه في المنتج، ان هي تكون فيها كسره معينه، يكون فيها ايدج معين. دي الحاجات دي بتكون موجوده، فانا بشوف ناس زي الحاجات دي مثلا زي هنا هتلاقي في مثلا في الشادوز دي مبينه ان البتاع ده مكسر او في واخد غامق زجزاج. وفاتح، في جوه وبره، في جوه وبره. انا بشوف ناس بصراحه بتسيح الحاجات دي او بتشيل الاسود ده. الاسود ده انت لو وظفته صح هتعمل كونتراست في الحاجه، في الماتيريال حلوه قوي. تمام جدا، اتمنى والله ان انتوا تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، وقدرت ان انا وعبده يعني نفيدكم، وبس كده. يا درش والله شكرا يا عبدو على المفاجأة الحلوة دي.
حبيب قلبي حبيب قلبي. شكرا بجد والله. لا انا انبهرت لما انت بتبتدي تشرح، قلت ايه المفاجأة الحلوة دي. وشكرا ليك يا درش بجد. انا بقالي 9 سنين انا حسيت قدام انت بتشرحه ان انا ما مسكتش ماوس قبل كده. بجد تكبير هشام وتقيل هشام في لا الناس. بجد، لا لا بجد، انا اشتغلت كتير مع ريتاتشر واشتغلت في كامبينات كتير وعملت ريتاتش لحاجات كتير. لا انا البعد اللي انا شفته هرجع اراجعها تاني قبل ما وهشيلها من على الفانس عشان اظبطها تاني بجد. حبيبي والله. فتسلم ايدك بجد، وشكرا انك عملت ده وحاجة بجد يعني هشكرك عليها اليوم الدين يعني. شكرا، ويا ريت بقى الشباب يظبطوا الريفيو للناس بقى، استوريهات وكسروا الدنيا بقى. فشكرا بجد ليك انت وعبده. حبيبي يا حبيب باشا. قلبي حبيبي. حبيبي شكرا. خلاص استأذنكم انا. شكرا لوقتك والله، شكرا بجد. حبيبي الحق بقى اروح المدام ما تكلمنيش. السلام عليكم. يلا تصبح على خير. شكرا يا عبدو، شكرا، تصبحوا على خير يا شباب. مع السلامة.